مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم واهلا بيكم. احنا النهارده معانا مفاجاه كبيره جدا، وانا محظوظ جدا ان هذه المفاجاه جت. الحمد لله وافق ان هو يطلع معانا ومعايا علشانكم وعلشان آه يعني ببلاش طبعا، يعني هيتم اجابتكم ان شاء الله عن كل الاسئله اللي احنا بنسمعها دايما وعايزين نعرفها. طبعا يعني على بال ما الناس تيجي يعني وتحضر، احنا عارفين ان السمنه طبعا مرض العصر، و... ومش دايما بيكون زيادته. انا طبعا لا يفتى ومالك في المدينه، بس يعني هتكلم كلام جنرال على حسب كلام طبعا منظمه الصحه العالميه اللي بتتكلم عن ان السمنه مش بالضروره ان انا يكون عندي اضطراب في الاكل او ان انا باكل كتير عشان ابقى سمين. يعني مش كل الناس التخان او السمان او اللي عندهم زياده في كتله في دهونهم يبقى بالضروره ان هم يكونوا بياكلوا كتير. صح يا دكتور الكلام ده؟ طبعا. كل سنه والناس طيبه انتوا طبعا. عارفين مين ده؟ انتوا تمام. عارفينه؟ اتفضل يا بيه. ماشي، انا دكتور محمد هاني. لا بعد ماشي، اذنك، لا استنى معلش بقى، خليك. انا اللي هقدم، بس نستنى برضو طيب، ايه الناس اللي المفاجاه. موجوده. انتوا عارفينه طبعا، لا يعني عارفينه، الاستاذ الدكتور محمد هاني عاشور، استاذ الجراحه وجراحه السمنه بالذات في معهد البحوث الطبيه في كليه الطب جامعه اسكندريه، وعلم من اعلام جراحه السمنه في مصر والعالم العربي. وانا شخصيا يعني بتشرف ان انا كنت احد مرضاه، اللي زي ما انتم شايفين كده الحمد لله بقى لي 10 سنين والدنيا يعني تمام جدا. تسلم ايدك يا معالي دكتور، منورني يا ربنا دكتور. يكرمك. طبعا دي حاجه كويسه ان انت محافظ على وزنك، دي حاجه مهمه جدا. اكيد احنا هنتكلم في الموضوع ده في النص، ازاي ايه اللي بيحصل. ايوه فبعض الناس لما تيجي تعمل العمليه، طب ما هو يقول لك انا برجع. طب هو بيرجع ليه؟ بالظبط. هو يعني هل العمليات دي هتبقى مؤقته مثلا وهو يرجع تاني، ولا هو ايه اللي المفروض يعمله؟ طبعا اكيد احنا هنقول الكلام ده في النص. ايوه يا دكتور. تمام. طب احنا عشان نيجي نتكلم زي السؤال اللي انت قلته، الموضوع اللي هو السمنه. هي لما يجي واحد يقول لك انا بشتكي من ايه، يعني انا عندي سمنه، هتيجي اول حاجه تقول له لما يجي لك نفترض مريض، انت بتشتكي من ايه؟ هيقول لك ايه؟ هل هيقول لك المشاكل اللي بتحصل لي؟ يعني ايه؟ انا عندي مشاكل في المفاصل، عندي مشاكل، عندي السكر عالي، عندي الضغط عالي عشان وزني زياده، ما بعرفش اتحرك، ما بعرفش اربط رباط الجزمه، بوطي، نفسي بيقطع، ما بعرفش العب مع الولاد. كل الحاجات دي اعراض طبعا. لكن هو الشكوى الاساسيه اللي الواحد يقول لك ايه، ده انا باكل ياما مش قادر اتوقف على الاكل مثلا، هو زي البنج يعني. ولكن في بعض الناس لما تيجي تقول لك انا وزني زياده يا دكتور، وفي نفس الوقت انا ما باكلش كتير. ايوه. طيب ليه بقى ما بياكلش كتير وعنده وزن زياده؟ كذا حاجه، منهم قله الحركه، بياكل في مواعيد غلط، نوعيه اكل غلط، فيبدا الوزن يزيد بالتدريج على مدار السنوات. مش لازم اكون بالمعنى ان انا باكل كتير قوي عشان العمليه تنفع معايا ولا ما تنفعش. مش لازم لان كتير يقول لك ده انا يعني بيجي قاعدين قدام بعض كده يقول لك ايه، انا مثلا انا شايفها قدامي في البيت ما بتاكلش. ولما يجي لك حد مثلا نفترض عامل العمليه وزنه بدا يزيد شويه، يقول لك ما باكلش حاجه خالص. هو طبيعي. طب نوعيه الاكل؟ لا، ما باكلش نوعيه اكل خالص. فهو اللي بيعمل العمليه سواء كده او كده كلهم بينزلوا في الوزن، لان هو طبعا في سلوكيات كتير او اضطرابات في الاكل كتير بتخلي الواحد برضه يزيد في الوزن، مش لازم يبقى كم اكل. يعني في مشاكل كتيره متعلقه بالصحه العامه ملهاش علاقه بالاكل بس. طبعا هو ده اللي بيسبب السمنه. دكتور الاحصائيات خطيره. يعني في 2022 اخر احصائيه من WHO في 2.5 مليار شخص في العالم مصاب بالسمنه، رقم كبير. في 2022 في اللانست بيتقال لك كده بالظبط 1 بليون بيبل. واو، بليون بيعيشوا في السمنه. اخر احصائيه في 2022 في لانست منشور. المشكله انها بتزحف للناس الصغيره، الادوليسنتس. بالظبط. فدي مشكله دلوقتي، بقى عندك اطفال كتير وعندك شباب كتير عندهم سمنه. يعني كل اولادنا كل بتشوف الستايل بتاعهم غيرنا احنا زمان، يعني ما كناش في السن ده تلاقي نادرا ما تلاقي حد كده. وده اللي بيخلي بقى في الفتره دي اولاد كتير بيعانوا من التنمر اللي بيحصل عليهم في المدارس. في ناس بتسيب المدرسه مهمه جدا، وبيجي لي ناس بتبقى شباب صغير في مدارس وسايبين المدرسه عشان صحابهم بيتنمروا عليهم، يروحوا يعملوا عمليه عشان وزنهم ينزل، يروحوا مدرسه تانية ما كانش حد عارفهم فيها مثلا. شوف بتوصل ليه القصه. دايما في فتره الصيف بالذات بنشوف بقى الشباب اللي عندك بقى 11 سنه و12 سنه و13 سنه و14 و15 وطالع بيعملوا كلهم عمليات. بس ما بيجيلكش ولد عنده 11 سنه مثلا وزنه 110 كيلو، حرام. يعيش ازاي ده؟ 11 سنه وزنه 110 كيلو. 11 سنه تقريبا 6 ابتدائي ولا 5 ابتدائي. فتخيل انت ده يتعمل لهم عمليات يا دكتور؟ بيتعمل طبعا، بس انت لازم بتحضره مظبوط. لازم تحضره، تشوف سلوكه، وعيه،
يقدر ينفذ التعليمات ولا لا، محتاج فتره يقدر يقعد مع الناس اللي بتنظم السلوك بتاعه الاول عشان يقدر ينفذ ما بعد العمليه. بينفع طبعا. احمد فاتحين الكومنتات صح؟ فاتحين الكومنتات. طيب تمام. الاحصائيه بتقول الاطفال دون الخامسه تحت ال5 سنين في 37 مليون طفل، تقريبا زياده بنسبه 23% من سنه 2000. 23% ده يعني ربع. طبعا انت بتتكلم دلوقتي ان هي دلوقتي بقت حاجه زي ما بيسموها ايه، وباء، ابيديميك. يعني خلاص، يعني دي حاجه فعلا، دي السمنه وباء طبعا. مش بقول لك في وبائين، السمنه وجراحات السمنه كترت عشان كترت جدا. كترت جدا طبعا. ده اخر برضو احصائيه في امريكا في 2019 الاحصائيه اللي جبتها، يعني 160,000 عمليه سليف او تكميم في السنه، و60,000 بايبوس، البالون طبعا اقل حاجه يعني حوالي 9,000 او 8,000 حاله، فارقام طبعا مخيفه. امريكا برضو دكتور السمنه فيها متهيألي منتشره برضو طبعا. وبعدين خلي بالك مصر من اكتر الدول في العالم اللي مصنفه فيها سمنه برضو. متصنفين طبعا. الدول العربيه اخده، يعني ايه، زي زمان كان يتقال لك امريكا الاول، لا الدول العربيه دلوقتي تبقى هي اللي اخده المراكز الاولى. طب الحمد لله خدنا المراكز الاولى في حاجه مش حاجه حلوه. وبرضو الاحصائيه بتقول ان البلدان زي ما حضرتك قلت كده منخفضه ومتوسطه الدخل، السمنه في افريقيا واسيا ابتدت الدنيا طبعا عشان الاكل الرخيص اللي هو مليان سعرات عاليه اللي الناس تقدر توصل له بسهوله بيعمل كده. في نفس الوقت يبقى انت عندك بص بقى سمنه وصحتك وحشه كمان. الاكل ما فيهوش الشكل بس. طبعا الاكل ما فيهوش عناصر غذائيه مفيده، هو مليان سعرات بس ما بيحققلكش طبعا ابدا ان انت يشبعك بس، لا ده بيضرك كمان زياده. بالظبط. طيب دكتور، الجديد يعني نبتدي الاول برضه ندردش دردشه كده يعني بسيطه في الجديد في جراحات السمنه. يعني عارفين من زمان حته الناس كلها عارفه موضوع التكميم وتحويل المسار والتحويل المصغر والبالونات والحاجات دي. كل الناس بقت عندها وعي يا دكتور بطريقه رهيبه، يعني الناس العاديه بقت عندها وعي بطريقه غريبه، وتخش وتسال وتدور وتيجي. حلو. هو بس في نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها. أيوه. لما تيجي تاخد معلوماتك بتاخدها منين؟ لازم تاخدها من متخصصين. للاسف انت الناس تنقل بعض المعلومات، وممكن في اوقات كتير مش صح. كل واحد بيخش بيقول رايه. طب هو مظبوط رايك ولا مش مظبوط؟ اخد عليه ولا ما اخدش عليه ولا صدقه؟ هو انت بتلاقي دايما الناس بتحب تصدق اللي عايز تسمعه. انت ممكن تيجي تقنعه بحاجه ما يقتنعش، هو عايز يعمل اللي سمعه خلاص. فانت بتيجي تاخد معلوماتك لازم تاخدها من ناس موثوق منها خلاص. مش اي حد اقول لك اي حاجه اقول له انت كلامك مظبوط، لا عملت وحشه. مش اسمها كده، مش وحشه. اولا مش احنا اللي عاملين العمليه دي في مصر، صح؟ مش احنا اللي اخترناها يعني. طبعا جايه لنا من بره. أيوة. خلاص. أيوة. طيب لما تيجي ما احنا بنتكلم عشان تمر العمليه بمراحل كبيره ويتقال انها عمليه معتمده، مر عليها سنين قد ايه؟ فخلاص العمليه معروفه. مظبوط. طب هو بره في كذا عمليه سمنه، انا ليه ايه اللي ما يخلينيش اقول انا هبطل عمليه مش هعملها؟ مش هنعملها وندي للناس خلاص ادويه وبتاع ومش عارف ايه. كجراح يعني. كجراح. والجراحه مثلا خلاص ما فيهاش غير جراحات السمنه. الجراحه فيها فروع كتير، صح. الناس تشتغل حاجات تانية. فاهمني؟ لكن القصه كلها اللي بنقوله العمليات دي مفيده، لان كل الناس بتتكلم. شركات التامين بتغطيها ليه؟ ان انت بتوفر دواء سكر، دواء ضغط، طول عمرك هتاخده، هتبطله خلاص. في نفس الوقت حياتك هتبقى احسن. يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ فده موضوع. فيبقى انت لما تيجي تاخد معلوماتك تاخدها من مصدر موثوق منه طبعا، مش ان انت بتاخد معلومه من هنا وتيجي تعمل ايه تقولها. طيب بالنسبه في جديد في جراحات السمنه اللي احنا بنشوفه دايما ان الناس بتحب تدي مسميات بتطفيها على العمليات عشان تحس انها جديده. أيوة. ولكن هي كلها زي ما هي. المعدل والمطوق والمدعم والمغلف والثلاثي والمعياري والاي اس جي ومش عارف الكلام كله هو تكميم مثلا. هو واحد نفس العمليه. يعني انا بقول لي دايما لما حد بيسالني انا بقول لك مثلا حضرتك ساكن في العماره الفلانيه، كويس، خلاص العماره تكميم صح. لكن لما اقول لك انت ساكن في العماره الدور الثاني الشقه اللي على اليمين، ما انت في نفس العماره ايه، ما دي حاجه جواها. فدي جوه خطوات جوه العمليه، فانت بتاخد مسمى منها وبتطلقه على العمليه، فانت بتفكر دي حاجه جديده. خلاص. واحد يقول لك انا هعمل لك عمليه مش هترجع خالص، هعمل لك عمليه مش هيحصل فيها مضاعفات خالص. مفيش كده. اولا العمليات المعتمده هم 3 عمليات بالظبط اللي معروفين في مصر. ايوه ركزوا مع الكلام ده، مهم جدا الكلام ده، اسمعوه. اكتر عمليه بتعمل تكميم المعده، يليها تحويل المسار كلاسيكي، ثالثا تحويل المسار المصغر. في مصر المصغر اكتر من كلاسيكي. خلاص كده. طيب في عمليه معتمده تانية اللي هي اسمها الديودينال سويتش او اللي هي اسمها سادي اس. خلاص. العمليه دي عمليه كبيره جدا، الناس بتفضلها دايما للناس اللي هي بتعيد عمليتين.
لان عمليه انت بتعمل فيها توصيله على الاثنى عشر، فعمليه تقنيا صعبه شويه، وفي نفس الوقت محتاجه متابعه كويسه ومحتاجه فيتامينات كويسه. دي اسمها السادي غير الساسي. لا الساسي حاجه ثانيه. الساسي العمليه مش معتمده. معتمده. انت ما بتحبهاش. مش معتمده. ما هو انا ايه الراشونال بتاعها ان انا اقول انا اعتمدها؟ هما بيقولوا ايه يعني الناس اللي بتتكلم بيقول لك جمع ما بين التكميم والتحويل. حلو. طب ما تحويل مسار جمع بالتكميم والتحويل مثلا. خلاص يعني انت عندك جيب صغير في المعده في التحويل وبتوصل عليه توصيله. الفرق بقى في الساسي ان انا ينفع اقول للمريض ان انت تقدر تاكل اللي انت عايزه ووزنك مش هيزيد خالص، ان انت تعمل العمليه وما تاخدش فيتامينات طول العمر واعمل لك تكميم وتحويل. دي بقى عمليه مثاليه طبعا. يعني الناس ما بتعملهاش ليه بره؟ ما تعملش بره. ايوه ما تعملش. افترض التجربه عمليه هتنزل وزن، طبعا هتنزل وزن، ما هو المعده صغيره بس انت حاطط توصيله على ايه؟ على المعده. جميل. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما تحط توصيله؟ عندك الاكل في مسارين. انا مش هرجع ازاي؟ اكيد لو انا جيت مثلا بفترض ان انا باكل حلويات كتير، انا عايز جسمي يستفيد منها ولا ما يستفيدش؟ يستفيد طبعا. والحلويات لا طبعا المفروض لا عايزينها تنزل. طبعا مظبوط. طب لو انت عندك مسار تستفيد ومسار ما تستفيدش، الاكل هينقي ازاي؟ مش هيعرف. هيمشي انت ونصيبك. فازاي اقول لواحد انت كل اللي انت عايزه ما ترجعش؟ افرض اكلت بروتين والبروتين عدى في المسار المتحول، هتقول له انت عديت هنا ليه؟ انا عايزك تمشي من الاول عشان جسمي يستفيد منك. مفيش حاجه اسمها كده. طب هي مين اللي دخلها يعني؟ ما هو الفكره تاني القصه مش كده. هي العمليه موجوده بتاع واحد اسمه سانتورو في البرازيل، اتطورت عن طريق دكتور طارق مهدي في الامارات. يا سلام. هو قال ان احنا بنعملها بطريقه مش مظبوطه وجربوها ان ممكن ما تكونش اصلا عمليه حلوه، ممكن يعني نجربها ونشوف اخبارها ايه. فالمهم بقى احنا ايه، لقينا الناس كلها بدات تقول لك انا بسميها الجوكر بتاع العلامات. بس للاسف انت وجود الساسي اقدم ولا تحويل المسار اقدم؟ لا تحويل المسار طبعا. تحويل المسار عمليه ينفع الرجوع فيها صح. الساسي عمليه مش هينفع الرجوع فيها، بس ممكن تنزل توصيله من على المعده. تغير التوصيل. خلاص يبقى مسار واحد اللي هو الطبيعي بالظبط. طيب احنا كام عمليه عدناها ورجعنا تحويل المسار لاصله، وكام ساسي اول ما طلع رجعنا لاصله؟ كتير ساسي. شوف تحويل المسار بقى له قد ايه، وما رجعناش عيانين لاصلهم غير يتعدوا على الصوابع لاسباب صحيه، لاسباب ناس ما بتاخدش فيتامينات. تمام. فبرجع العمليه لاصلها. جميل. لكن دول ناس تتعدى على الصوابع. الساسي من ساعه ما طلعت كتير جدا بتشوفهم بتنزل التوصيله، لان الاكل كله بيعدي في التوصيله. فهي عمليه فيها فاريبلز كتيره ما تقدرش تحكمها. يعني ايه جيب المعده التوصيله حجمها كام، قدام ولا ورا، الاكل هيعدي فيها ايه اسهل، الفتحه اللي بين المعده وبين الاثنى عشر جامده قافله جامد فبتزق الاكل كله ناحيه التوصيله، ولا هي مهويه ما تعرفش. وبعدين انا لما بتكلم على عمليه التكميم ساعات ان في بعض الناس بيجي لها ارتجاع من المريء وبيجي لها حموضه، احنا مش عايزين نزود الموضوع ونخلي كمان ارتجاع وصله صفراويه. بالظبط. فعشان كده العمليه مش معتمده بره، وللاسف انا ما اعتقدش انها تعتمد، لانها هي لها والا كانت اعتمدت من زمان. فهي الناس بتتكلم عليها. طب الناس اللي عملت معلش في ناس كتيره من اللي بيتابعوا يعني عملوا يخافوا من حاجه طالما الدنيا ماشيه معاهم كويس خلاص. بقول لحضرتك دي بتبقى ايه، فيها فاريبلز كتير، فيها اختلافات كتيره. في ناس تمشي كويس وناس كتير بتمشي وحش. فانت لو ماشي كويس خلاص ما تتعبش نفسك، سيب الدنيا زي ما ماشيه زي ما هي بس. لكن القصه اللي احنا بنشوفها ان انا ما اقدرش اقول من اللي انا شفته اقول لواحد تعالى اعملها. لا صح. ولا كان زمان حضرتك عملتها يعني او بتعملها؟ ما كانتش كنا عملناها لكل الناس قلنا لهم عليها، ودي تبقى احسن عمليه مش احسن عمليه. مش احسن عمليه. انا بصراحه بالله في الله كده لما حد يسالني بقول له لا انا مش مستريح لها، بحسها اجريسيف قوي يعني. اصل زي ما حضرتك قلت يا تحويل يا تكميم خلاص. أيوة. هو انت ما زي ما قلت لك انا ما اقدرش اقول لواحد انا هعملها لك علشان انت تمام تعمل اللي انت عايزه وما تاخدش فيتامينات. يا ريت مفيش حاجه اسمها كده. يا ريت كنا عملنا كده. هي القصه كلها لما طلعت هي قال لك ان انا عايز احسن كفاءه التكميم. اول ما طلعت العمليه دي لمرضى السكر، لما الاكل يلمس الامعاء ويلمس الاثنى عشر في وقت واحد بيخلي البنكرياس يطلع انسولين. بس ده كان هدفها الاساسي، وتبقى توصيله صغيره جدا عشان الاكل يلمس بس مش عشان يعدي فيها. دي هدفها الاساسي من الاول، مش هدفها بقى اللي احنا بنقوله ده كله طبعا. اكيد طبعا. طب في معلش كان سؤال كده سريع عشان بس بتسال عن نقص هل كل الحالات اللي بتعمل عمليه جراحه السمنه بيجي لها نقص حديد؟ لا مش كلهم. خلي بالك انت لازم قبل العمليه تبقى عارف المريض ده عامل ازاي. يعني يعني ساعات تلاقي مريضه بعت لي مثلا تحليل بتاعتها بعد العمليه وتقول انا عندي انيميا، تراجع تحليل قبل العمليه، ما انت عندك انيميا من الاول اصلا قبل العمليه. لان معظم السيدات اللي هو في السن اللي هو بتاع الحمل والولاده والدوره والكلام ده كله بيبقى عندهم الحديد قليل. صح. في سيدات كده كتير. خلاص. طيب احنا بعد العمليه بنقول للناس مش لازم ياخد فيتامين طبعا. لازم ياخد فيتامين. ومنهم لو انت لقيت حد مخزون الحديد عنده واطي من الاول لازم هتقول له خلي بالك. انا بقول لهم كده
انت عندك نقص من الاول اهو، عشان تبقى عارف مع الفيتامينات العامه هتاخد حديد لازم، عشان ما تجيش تقول بعد العمليه انا جالي انيميا، انت من الاول عندك، فلازم تفضل ماشي عليه. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت ممكن عمليه السمنه نفسها تعمل بقى انيميا؟ طبعا. عمليه زي التكميم ممكن تعمل انيميا ازاي؟ الجزء بتاع جدار المعده بيطلع حديد، بيطلع HCl حمض، بيكسر البروتين عشان يطلع منه ايه؟ حديد. خلاص. طيب انت لو ما بتاكلش بروتين كافي، دي نقطه، بتطنش، بتزهق منه، دي نقطه، هيقل لوحدك. ثانيا لو بتاخد ادويه معده باستمرار ومن غير ما بتتابع تشوف اللي عندك مخزون حديد ازاي، فبالتالي الحمض ما بيطلعش من المعده اصلا، فهيكسره ازاي؟ فدي الحاجات اللي ايه تقدر تقول منها انها ايه ممكن تبقى مصاحبه. طيب الحاجه الثانيه، بيجي لك سيدات كتير ممكن واحد يعمل لك تحليل ايه 6 هيموجلوبينه، هم 6 ولا 8 ولا قليل، العمليه مش هتنزلك المنظر ده خالص، لازم يبقى عندك سبب تاني، فتلاقي عنده سبب اخر. سيده عندها الدوره بتيجي جامده جدا، مش سبب الرئيسي العمليه، في ارقام تقبلها بعد العمليه ان ممكن تبقى عاديه موجوده، وفي ارقام تحس ان لا دي في حاجه غلط. لا لازم نشوف. عشان كده ساعتك دايما بتقول التحاليل المستمره يا جماعه كل شويه، يعني لازم تحاليلك المستمره، والفيتامينات لازم تاخدها، الفيتامينات لازم. والبروتين يا دكتور لا مهم جدا، انت البروتين ليك المفروض حصه يوميه منه، بتاخدها عن طريق مصادر مختلفه، لو مش عارف تكمل بتاخد مكمل غذائي، ياخد مكمل غذائي. لكن الناس بتستسهل بقى انها تدور على الاكل السهل اللي بيعدي بسهوله، اللي هو مليان سعرات، ويجي بعد كده يقول لك انا زدت ليه، هو ما بياكلش. بالظبط. طيب نرجع بقى للتكميم اللي هي ايه، انا بحبها العمليه دي بصراحه، حتى اسمها لذيذ، وفي الاخر هي حتى من المعده بتشتغل وخلاص الحمد لله. هل كل الناس، يعني كل واحد يجي يقول لي لما حد بيسال يعني شلنا 80% من المعده، شلنا 75، شلنا 85، هل كل الناس اللي بتشيل هل كل الناس بتشيل لهم نفس الجزء يا دكتور او نفس الاجابه كل ما يتبقى عند الناس هو مقياس ثابت، اللي بتشيل مختلف. اللي بتبقى طبعا انت بتحط معيار وتشيل زياده عليه، بس المعيار اللي محطوط ده عند حضرتك وعند غيري وعند غيري واحد، بيفضل هنا وهنا واحد، اللي بتشيل كل واحد حجم معدته. مش عارف من كام يوم واحد بيبص على المعده بتاعته بيقول لي بس انا مامتي كانت عامله ما شالتش كل ده، مش بس اللي عند مامتك زي اللي عند اللي جوه المتبقي زي ما ساعتك قلت. لان صح واحد انا مثلا تخين بقالي 30 سنه غير واحد سنين بقاله بعد معضل، ومش شرط واحد يكون وزنه كبير جدا معدته اصغر من واحد وزنه قليل، ملوش دعوه اصلا. طبعا لكن هو الفكره كلها، انا دلوقتي هقول لواحد تعالى شيل لك 50 ولا شيل لك 40 ولا شيل لك 60، هعرف منين؟ يعني انا اخش جوه العمليات افصل لك انبوبه مخصوص؟ بالظبط. ولو عايز انبوبه اشيل بيها نص المعده هدخلها انبوبه ازاي؟ يعني الانبوبه مش هتعدي، مفيش اسمها كده، لان كل المعدات مختلفه عن بعض. فلما يجي واحد يقول لي تعالى انت هتقص لي كام، مش اسمه قص لك كام، ويقول لك دكتور والنبي قص لي حبه قليلين عشان ما فيش الكلام ده، مفيش كلام من ده، العمليه كده. دكتور نوع بتسال بتقول دكتورنا في بعض الدكاتره لما ما بيهتموش بالفيتامينات ولا بالبروتين الايزوليت بعد العمليه، نوضح اهميتهم. ما حضرتك قلت ان الايزوليت يا دكتور افضل. طبعا هو انت الايزوليت ليه؟ عشان هو انت بتاخد يعني بيور بروتين، ما بتديش معاه حاجات تانية، يعني خد بالك كارب وكلام من ده، فبالتالي في سعرات بتبقى اعلى. والبروتين نفسه كايزوليت ونفس القصه دي في بدي سعرات، بس مش هتبقى زي لما يبقى حاجه سهله الجسم ياخدها وتعلي بقى الانسولين. يعني ننصح بالايزوليت يا دكتور، الايزوليت ده صح؟ الواي ايزوليت طبعا ده طبعا انت ده شيء مهم، ان انت لازم تاخد الكميه المطلوب منك بعد العمليه، سواء نورمال او عن طريق مكمل لو انت ما بتكملش. ايوه. فمهم خلي بالك، انت بتلاقي بعض الناس في اول فتره من العمليه مجهودهم قليل، ان هو على فتره السوائل، والبروتين ايزوليت ده مهم في الفتره دي برضو، وانت اللي تاخده في الاول هيخليك برضو نفس الوقت انت يعني عضلاتك تبقى ماسكه نفسها شويه، حتى ما تحسش ان انت بس ان انت تعبان طول الوقت ومهبط. وبعدين الفيتامينات مهمه جدا بعد عمليه السمنه، ومفيش حاجه اسمها وقت معين وتبطلها، لازم يعني تحويل المسار ده انت لازم تفضل ماشي عليه طول العمر. تكميم المعده ساعات الناس بتتجاوز وتقول والله انا هاخدها شويه اوقف، ما تعرفش في تحليلك مش كويسه، مش اسمها كده. الحمل دكتور، مين اللي بتسال؟ نجاح من غالبا من مصر، بتقول الحمل بعد التكميم ب7 شهور. هو طبعا مش مفضل، ولكن طالما حدث بنتابع مع دكتور النساء عادي جدا. هو اللي يقول لي ظروفي ماشيه ازاي. هو ما يخوفش في اول سنه ان هو هيزودني وزن ولا غيره، مش هيعمل حاجه. بس انا هتعب ليه؟ ان انا بصغر في الوزن والبيبي عايز يكبر. حمل ساعات مصحوب باعراض، يعني ممكن تلاقي واحده بتقول لي انا بقالي 5 سنين عامله العمليه وعندي حموضه. طب انت قبل الحمل كان عندك؟ لا. طب ما هو الحمل بيعمل كده بالظبط، فهزود لك الكلام ده كله، فهي مالهاش دعوه بقى المعده بتاعتنا. أيوة. هي الحمل ساعات بيعمل حموضه وارتجاع وترجيع، فهيزود الموضوع. فهو في الاول الدنيا بتبقى صعبه. أيوة. في نقطه مهمه، يعني بيجي لك بعض السيدات في سن يعني ايه 40 41 اللي هو لازم يحمل، مش هستنى سنه، دي عنده فرصه. احنا بعض الاحيان بنقول لهم انت لما بتعدي وقت من العمليه، نفترض حسيت ان انت نزلت وزن مرضي ليك،
بروتين اللي خليك كويس، ملتزم بفيتاميناتك، تحليه كويسه، فكر اعمل ساعتها. لكن قبل كده لا، ما ينفعش، هي سنه. شو فضل قبل سنه. لما يجي حد يجي يقول لي انا حامل بقالي شهرين وحامل، ما هتراجع مع دكتور نساء. انا ما عنديش حاجه في العمليه اقول لواحد لا لازم ننزل البيبي، اللي هي الانديكيشنز اللي تنزل الطفل اللي هي العادي. انت والله البيبي ده مش كويس، بس انا عندي مشكله صحيه. انا لو انا ما اكلتش كويس وانا حامل، يعني واحده حامل ولسه مثلا عامله عمليه من 6 شهور، طبيعي مش تاكل كويس، مش في عرضه ان الجنين يحصل له اي بيعدي في بعض الاحيان. بتاخد العيانين بياخدوا بقى فيتامينات بقى، وبتاخد محاليل وحقن كتير وحاجات زي كده، وساعات بيمشي وساعات بيعدي. طبعا، وربنا بيعدي الموضوع. طبعا. طيب الامساك، الناس بتعاني معاناه كبيره جدا، يقول لك الامساك مش عارف اعمل. انا يعني طبعا اكيد هو ما بياكلش، فطبيعي. ايه تعريف الامساك؟ تعريف الامساك ده سؤال ليا ولا ليهم؟ ليك انت. طيب انا نسيت. الامساك اللي هو ان الواحد ما بيدخلش الحمام كتير مثلا. بص، يا اما انا بخش قليل، يا اما بعمل بصعوبه، يا اما انا لما اجي اعمل بلاقي البراز ناشف قوي حجر فبيتعبني. دي كذا تعريف. خلاص. طيب هو طبيعي انت اكلك قليل، هتخش حمام كل يوم؟ لا. صح. طيب على الجانب الاخر في بعض الناس اللي هم عاملين تحويل المسار بيتضايقوا من الاسهال. صح. طيب فده ولا بينفع ولا ده بيبقى مبسوط. طيب انا اتجنب الامساك ازاي؟ انا مش مطلوب مني ان انا اخش الحمام كل يوم، مطلوب مني لما اجي اعمل مستريح مش تعبان. تمام. فلازم يكون في سوائل كتير، تمام، عشان ما يبقاش في، اخد بالك انت، الاخراج جاف جدا فيتعبك. ايوه، دي نقطه. ممكن تاخد ملين. الحاجات اللي معروفه طبيعيه ايه؟ زيت الزيتون، القراصيه، الحاجات دي معروفه انها بتعمل كده. ايوه، بتعمل تانيين، دواء ملين. الحركه من الحاجات المهمه جدا. الالياف، الحركه تساعد على حل الامساك. طبعا. انت عارف في ناس روتين بتدي لبعض الناس. دكتور القهوه في ناس روتين بعد العمليه بفتره، في الاول بديهم فايبرز جاهزه، بياخدها باودر عشان ما يحصلوش الكلام ده كله. بس هو انت لو انت بتتحرك وبتاخد السوائل بتاعتك كفايه مش هتعاني من النقطه دي، الحركه والسوائل. في حاجه تانية، في واحد طبيعته يقول لك انا ممسك اصلا، فهقول له هو هتفضل طبيعتك زي ما هي، ولو بتاخد دواء تاخده عادي. طب الاسهال بعد التحويل هل بيستمر؟ بيتحسن مع الوقت. لو استمر ده هيبقى سبب داعي يخلي الناس تقول لك انا مش عايز العمليه، مش قادر اعيش بيها كده طول عمري. لكن هو لازم يتحسن مع الوقت، لان بيحصل ايه؟ الامعاء نفسها اللي ربنا خليها بتتاقلم شويه، بتريح، فبتعرف تفضي ابطا، تمام، وفي نفس الوقت الامتصاص بتحسن سنه. دكتور انا بتقول الموز ممتاز في حل الامساك. هي ادرى بقى، انا ما بنصحتش بيه حد قبل كده صراحه. طيب يعني كويس، يبقى الامساك له حل، يعني مش هيقدر الانسان يعني، وغالبا لما يبتدي ياكل تاني غالبا الدنيا هتظبط طبعا مع الوقت وبتحسن شويه اكيد هيبقى عادي. بس هو في الاول فتره من العمليه ساعات بيبقى مزعج. عشان احنا دايما في المتابعه بنقول للناس لو جالك، لو لقيت نفسك بتقعد كذا يوم 4 ايام وخم ما بتخشش، تاخد ملايه لوحدك اوتوماتيك. اقول له لازم كده ما تستناش عشان ما يحصلش تجمع تحت البراز ويحصل لك مشكله، عايز ساعتها عمليه. يعني 4-5 ايام ما دخلش الحمام خد ملايه. طيب هنخش معلش في مواضيع مختلفة بس كلها ليها علاقة برضو بنفس الموضوع اللي الناس بتسأل عنه. إبر التخسيس بعد جراحة، أو هي اسمها هي إبر تخسيس أصلا يا دكتور؟ هو إبر التخسيس المعترف بها إيه؟ اللي هي GLP-1 اللي هي الحاجات زي الموجودة زي السكسندا والجوفي والمونجارو والحاجات اللي شبه. أيوه، وزنبك والكلام ده. هو الوزنبك هو الوجوفي. هو الوجوفي هو بتاع نزول الوزن. الوزنبك ده سكر وتركيزه 1 مللي جرام اللي موجود عندنا. انت ساعات الوجوفي ده بتاع تركيزاته اعلى من كده. فيعني هو انت محتاجه اعلى، يعني انت ممكن تجيب 2 اوزمبيك تحطهم مع بعض، تحلهم مع بعض في وقت واحد. فانت عشان كده انت بتتكلم على الوجوفي هو بتاع نزول الوزن. طب هل يعني مرخص ليه ان هو بتاع نزول الوزن؟ مرخص الوجوفي لنزول الوزن. الاوزمبيك معمول للسكر، والسكسندا معموله طبعا للسكر. طبعا كانت اوف ليبل، بعدين بدات تنزل الوزن اللي عندك جرعات من 1.8 وطالع. ده اصلا ده عشان السكر، ويبدا بقى يزيد بعد كده كل ما تزود لحد 3 مللي جرام. لا اللي ما عندوش سكر يا دكتور ينفع يستخدمه. بقول لحضرتك لا. طب اللي عمل عمليه حلو، انت ايه اولا خلينا نقول دور الادويه دي ايه في موضوع جراحات السمنه. واحد، انت ممكن تحضر بيه مريض قبل العمليه بدل ما تركب له بالونه وتقول له انزل شويه عشان اعمل لك عمليه. ايوه خلاص. طيب ولو هتحضر بيه عند عيان قبل العمليه وبينزل عليه، ان في ناس ساعات بتاخده كسكر وجايه لك بيه اصلا، بتاخده اصلا لازم تقول له قبل اسبوع من العمليه ما تاخدوش. ليه؟ عشان في بعض الناس بيقول لك ان هو بيقلل حركه الامعاء والمعده، فممكن يحصل وانت بتاخد تركب انبوبه. طبعا وانت بتركب انبوبه التخدير ممكن يحصل ايه؟ اسبريشن، يعني تشرق او يخش الحاجات جوه عشان كده قبل اسبوع ما تاخدوش، مش مفضل.
دي نقطه. النقطه الثانيه ده قبل، في وسط العمليه نفسها لما تيجي تعملها عندنا حاجتين. انا واحد بينزل وبعد كام شهر حاسس نفسي ايه ان انا بنزل ببطء، فممكن اخد الادويه دي تزقني شويه. حلو، بتدوها برضه يعني خلصت وقت معين مثلا من العمليه سنه وعايز انزل تاني ولاقي نفسي بنزل بطيء، ممكن تديها تزود النزول. في بحثين منشورين في العالم ان في ناس بتديهم من اول العمليه خالص. يعني جبت ناس عاملين تكميم وبعد 6 أسابيع من العمليه عطت لهم معاهم، وناس ما عطلهمش خلاص، فلقوا اللي بياخدوه بينزلوا اكتر. هو انا مش شايف ان ده ليه داعي. امتى بقى البحث التاني اللي بقول لك عليه اللي احنا عملناه، بس عملناه الناس اللي عملوا عمليات اعاده. ايوه، العمليات الاعاده بينزلوا ببطء، فاحنا عايزين نكسب وقت، فعشان كده بعد 6 أسابيع بنديه لهم، فبيستفيدوا منه وينزلوا خلاص. ده تاني حاجه. تالت حاجه اللي هو الناس اللي بدات ترد شويه في وزنها، ده دور الادويه في عندك. لكن هل دور الادويه انت مش على طول العمر؟ انا اعرف ناس خدوا الحاجات دي نزلوا شويه وطلعوا تاني وجالهم مضاعفات. ما فيش حاجه اسمها ان تمشي على الدواء طول العمر، معروف. كل الناس عارفه في العالم كده ان احنا بنقول انا مش بهاجم الادويه مفهوم خلاص، هي لها دور ولكن انا ما ينفعش ان انا اقول انا هعملها واعتمدها طول العمر ياخدها في العالم طول الوقت، اللي هو معروف انت اول ما تبطلها هترجع. فهي ما هي لها دور تزقك تعمل لك حاجه، لكن ان انت تعتمد عليها اساسي كانت الناس كلها خدتها وما عملتش عمليات، بس تبقى مصاريفها عاليه جدا ومحدش يقدر يتحملها، والاعراض اللي ممكن تحدث منها. فعشان كده بيقول لك ايه، الداتا ار كلير، هتستوب هترجع خلاص. طب زي اي حاجه، طب ما لو عملت دايت ولايف ستايل معروف. عشان كده ورجعت ما هرجع. بتلاقي بقى ايه، بشوف كتير ابحاث كتير معموله على الحاجات دي، وفلوس كتير جدا بتتصرف على الدواء ده كله طبعا. وناس ماشيه بيه، والناس تقول لك الادويه بتعمل نزول في العضلات، هنحط معاها ماده عشان تقلل نزول العضلات، وهكذا وهكذا وهكذا. الموضوع فالموضوع عمال وكل شويه بيطلع ماده بتشتغل بطريقه مختلفه، بدل ما تشتغل على مستقبل واحد بتشتغل على 2 و3 عشان يبقى افكتيف اكتر خلاص. فده اللي بقوله. هو في مصر المرخص ليه عندك الموجود في مصر الاوزمبيك والساكسند اللي راجلوتايد والسيماجلوتايد خلاص. الباقيين اللي موجود التانيين بقى مش يعني منجاره، انا شايف في ناس بتجيبه بتعمله هنا او بتعمل حاجه زي كده. أيوة. مش اللي هو الترزبتايد الاساسي اللي هو بيجي من بره. وكان في بعض الممثلين خدوا المونجارو ده وطلع قال واتكلم واحد، يعني كان في خالد الصاوي مثلا كان طالع وقال حصل له مشكله في القلب، وكذا حد كان حصل له مشكله في توقف الجهاز الهضمي. عندي بنت في العياده النهارده كانت عندكم في الطوارئ تحت بجد والله من المواضيع دي. ما بطنها وجعاها وبتاع. انا بصراحه على المستوى الشخصي لو حد قال لي اخد انا هقول لا، هو انا هخاف تاني. احنا مش قاعدين عشان نهاجم حد، لا احنا بندردش. يعني برضه يا دكتور القناعه الشخصيه مهمه يا دكتور. يعني انا ما ببقاش مستريح. احنا بنتكلم على لما بيجي اقول كلام مش بقوله على اساس ايه ده تجربه شخصيه، على كلام منشور ومكتوب. ده كلام ممتاز حلو كده. فاحنا بنقول احنا عارفين كلنا ان احنا لما نبطل، وده موجود في كل الناس اللي عملته، ان عندك كل الادويه بتشتغل ايه، اخد بالك، فتره صغيره بالظبط خلاص في الاول، وبعدين وكل الابحاث المنشوره كلها شورت تيرم، 2 3. ما فيش حد معدي 5 سنين غير حاجه واحده تقريبا، اللي هي السيرماونت ترايل دي الوحيده. بس برضو انت بتفكر في ان كلهم شورت تيرم صغيرين، محدش لسه شاف بعد كام سنه اكتر. عملت السمنه بقى قد ايه من زمان، ما تقارناش بيها، ما ينفعش تقارنها بيها صح. يعني اللي يجي يطلع يقول لك الدواء وبتاع هيربليس، نيفر. انت بتتكلم بتقارن علم من سنه 1954 شغال ونتائجه معروفه على سنين و10 سنين واكتر، على حاجات لسه طالعه ولسه بدايتها حتى ما كملناش الناس بترد عليها. فما تقدرش تقارنهم ببعض، وده العلم اللي موجود. لدرجه ان في ناس بدات تتكلم تقول لك ايه، انت جاي وزنك عندك وزن عالي، ولا تعمل رجيم ولا تعمل تخش دواء، خش اعمل عمليه على طول. في ناس وصلت لكده تقول لك نعمل الموضوع بالعكس دلوقتي. يعني في الاول عايز اقول له لا امشي واعمل كذا وكذا وكذا وكذا، الاستجمه بتاعت السمنه والكلام ده كله بيقول لك لا، ابدا بقى من تحت مستعجل لفوق. ابدا من ففي كونسبت ماشي هيمشي كده دلوقتي. وده اعرفه السمنه مش انها وزن زائد وبس، بس هو كلينيكال اوبستي. يعني كلينيكال يعني مأثره على اعضاء الجسم، هو ده التعريف اللي بيتكلموا عليه دلوقتي. مش تجميل بس يعني. لا طبعا موضوع صحه. طيب هل الامراض المناعيه بتمنع ان واحد يعمل عمليه؟ لا خالص، لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده خالص. طب كويس. للاسف ان في بعض اصدقائنا واصحابنا من الاطباء بيقولوا كده للمرضى، وده مش صح. بالعكس، هو كل المنشور برضو ان العمليات السمنه كلها بتقلل تمام الهجمات اللي بتحصل. ان عندك الفات سيستم ده بيطلع مواد كتير، ده سيستم الفات سيستم ده اللي هو الدهون يعني. طبعا التيومر نيكروز فاكتور والانترليوكنز اللي بتطلع منه سيستم، خصوصا السنترال اوبستي كمان اللي هي السمنه اللي هي بتاعه البطن. كل الكلام ده كله، الحاجات دي كلها بتضر الجسم زياده، فانت لما بتخلص منها بتقلل ببساطه، بتقلل الدواء اللي انت بتاخده. مظبوط، الدوز على الاقل يعني وزنك ينزل. فهي هتزود هتقلل المناعه، المفروض مفترض كده
لا. طيب حلو، هنيجي نرجع لنفس النقطه دي بتاعت المناعه. حلو، ايام الكورونا كان اللي بيحصل في الناس اللي عاملين عمليات ولا حاجه. بالظبط بالظبط. قالوا حتى الاوبيستي كانت بتزود احتماليه فبداوا يرجعوا. كنت في الاول لك مش هعمل عمليات للناس اللي عندها سمنه دلوقتي عشان ما اشغلش المستشفيات. وبعد ما لقوا الامباكت بتاعها على الناس، على تاثيرها على الناس اللي عندهم وزن زائد، عملوا ايه؟ قال لك نرجعها تاني نعملها. طيب التاني معلش مش بتكلم بس هو انت جبت كلام بالصدفه. البحث اللي احنا نشرناه جبنا ناس طبيعيه في الوزن وناس وزنها زياده وناس عملت العمليات واعطيناهم الفاكسين الثلاثه. حلو، مين طلع اجسام مضاده اكتر؟ اللي عملوا العمليه 5 اضعاف. طب يعني يبقى يعني احنا بنتكلم هنا دكتور محمد هاني ماشي بالساينتفك واي او النظام العلمي. فنفس الكلام. فعشان كده احنا بنقول ان احنا الناس ما تجيش تقول لك انا مناعتي قلت. ساعات بيجي لي برضو الناس اللي هي الامراض اللي هي الروماتيزميه اللي بياخدوا اللي عندهم روماتيزم وذئبه والكلام ده كله والفايبروميالجيا والام اس والحمى البحر المتوسط كلهم بيعملوا عادي جدا. عادي مفيش حاجه تمنع. وممكن يتحسنوا. طبعا. اوكي. امال ايه؟ وبعدين في نقطه تانية بقى مهمه كمان اللي هي ايه؟ انت بتتكلم عن الناس اللي بتاخد كورتيزون. الكورتيزون ده بيقلل الالتئام. فانت بتحضر المريض اللي بياخد كورتيزون بجرعه عاليه ما ينفعش، لازم ينزل عند حد معين عشان يعمل عمليه. اوكي. فهو مش معناه يلا بنخش من الباب للعمليه، لا في تحضير بس مش اكتر. يعني التحضير مهم. يبقى امبارح فعلا كان حد كنت في لايف اول امبارح وكان حد بيقول كان الذئبه الحمراء تقريبا برضه مرض مناعي وبتقول ان هي خفت منه بعد العمليه. كان حد من المغرب. ايه طبعا ده بص هو الموضوع بص قتل بحثا ومعروف في العالم ومنشور مقفول خلاص ان هو الناس تحس قولا واحدا قولا يعني. ان في ناس اللي انا اجي اتكلم بقى ان انا حصل لي حاجه بعد وارد ممكن تحصل اي حد. مش لازم تكون هي العمليه مش بسبب العمليه. انت عندك اصلا من الاول خلاص. لما يجي كده هو الكورس بتاعه هيمشي كده. يعني مثلا لا قدر الله واحد عنده ورم في مرحله معينه مش ممكن بعد المرحله دي تزيد. مظبوط. ادور انا على سبب ليها. ده البيهيفير بتاعه بالزبط. بتاع المرض اللي عندك. خلاص تصرفه كده. لكن هو عموما اوفر اول يعني لو جبت 10 تنفار و8 ولا 7 منهم بقوا كويسين كويس. لا تحفه ده. طبعا حلو جدا. وعلى الاقل 2 أو 3 التانيين هيبقوا احسن. ممكن لو ما خفوش هيقل حده المرض. فطبعا احنا يعني الكلام ده زي ما بنقوله لا وياما ناس عملناه. وفي بقى لدرجه ان انا بشوف بعض الاطباء بقى اللي وصلوا من درجه من يعني ايه من زي ما بتقول كده من العلم ان هم بداوا يحضروا الناس كده يقولوا الدواء ده هتوقفه في الوقت الفلاني ومش هتزود جرعه بتاعت الكورتيزون غير عند الحته الفلانيه. بشوف ناس كده. ففي ناس فعلا وصل لها الموضوع كويس جدا. في ناس تانية بقى بتخوف المريض تقول له لا ما تعملش ما مش عارف ايه هيحصل لك ممكن يحصل لك مضاعفات. ليه؟ طب بتضيع عليه فرصه. حرام يا جماعه. زي ما الدكتور محمد قال كده في اول اللايف ان ارجع للمتخصص. ارجع له ما هو موجود يعني الحمد لله هم متواجدين يعني. ودي فرصه يا جماعه في اللايف لان هنقول لكم مفاجآت تاني ان شاء الله. معلش بس بتسال مكه بتقول عملت ساسي وحصل لي نزيف شرجي لمده اسبوع. تم نقل دم دلوقتي في الاسبوع السادس وكل ما باكل برجع. اعمل ايه؟ لا هو انا لما باجي اكل وارجع. خلينا نمشي بالسؤال من الاخر ده. هل انا مع كل الحاجات برجعها؟ اكيد لا. تمام. فلو باكل وبرجع ده طبيعه العمليات. يعني لما يجي واحد يقول لي انا عامل عمليه وبرجع طب ما انت ممكن ترجع عادي. طب انت بترجع كل الاكل بتاكله؟ دي حاجه. الاكل انت بتاكله من اول ما بتحط اول قطمه بترجعها ولا بعديها بشويه؟ وانت ملتزم بالتعليمات يعني بتاكل على مهلك. لو انت بتاكل في اكل معين بتاكله من الاول وبيقف بترجعه سيبه. خد حاجه تانية يغيره. ريح معدتك. خد مكملات لحد ما تبقى اريح. خلاص دي نقطه. النقطه الثانيه لو كل الاكل بترجعه يبقى انت في حاجه غلط. لكن لو بترجع بعد كميه معينه بتاكل 3 قطمات وترجع خليهم 2 مثلا كده. هو غالبا بيبقى يعني اوفر ايتنج مثلا. لسه هو مش عارف يتاقلم. هو مش عارف يتاقلم. النزيف الشرجي ده بيحصل زي ما ممكن واحد يعمل عمليه مش ممكن ينزف مثلا. النزيف ممكن يبقى من بره ممكن يبقى جوه العضو نفسه جوه المعده وجوه الامعاء. ده اللي هيحصل منه بقى تلاقي البراز لونه اسود. علاجه تعويض فقط. عوض بدم هو بيقف لوحده ما يخافش. فطوم واحده برضو من صديقاتنا بتقول هي عمليه السمنه والكبد الدهني بتخففه. طبعا بتخففه 100% طبعا. امال ايه؟ الله اكبر. انت عندك بس اللي هو الستيج بس عندك اللي هو الفور اللي هي الحاجه المتاخره قوي لو دخلنا في سيروزس بقى وتليف لا. لكن المرحله اللي قبل كده اللي هو اللي هي غالبا عندنا كلنا او يعني عندي قصدي الناس. في ساعات بيجي لك ناس الانزيمات الكبد بتاعهم 200 و300 وبتاع بيبقوا كويسين بعد العمليه. طب ممتاز. بيخف خالص. يعني هي قولا واحدا يعني هي سحر بصراحه. طب حلو. انت لما بتيجي تروح للدكتور حضرتك وراح عندك وزن زياده كويس حلو كده تيجي تقول له ايه انا عايز اعمل عمليه بتشتكي من عندي سكر وعندي ضغط ومش عارف ايه ما تجيبش سيره الكبد انت ما شفتوش. مظبوط. تخيل بقى ان هم مدخلين ان الكبد الدهني ده حاجه من الحاجات لو انت لقيتها في السونار وموجوده ولها درجه معينه ومعليه الانزيمات يبقى ده مرض تحطه.
ما حدش بيروح للدكتور يقول له انا عندي كبد دهني، مظبوط. انت بتكتشفه في الفحوصات. أيوة. فده من احد الحاجات اللي بيسموها كوموربيديتي. مش بقولك تعمل العمليه امتى لما عامل كتله معدي 30 وعندك موربيديتي او مشكله صحيه، ده منهم الكبد الدهني. اللي هو الاشياء المرضيه المصاحبه لمرض السمنه بالظبط كده، او اللي سببها مرض السمنه بالظبط كده. طيب حاضر يا لينا، ازيك عامله ايه؟ كيف نكسر ثبات الوزن؟ ماشي. طيب انا بس كان في سؤال برضو على الثبات دلوقتي. ثبات الوزن على الميزان، هي بتقول ان الميزان عادي بالرغم ان المقاسات بتنزل يعني. انت ممكن تنزل وزن صغير، يعني انت نزلت 2 كيلو، افرض 2 كيلو دول نزلتهم دهون، ده اوزن 2 كيلو دهن، صح، حط قدامهم 2 كيلو عضلات او لحمه، هيبقى في فرق بينهم فهيبان. فانت لو جاي لك واحد قال لك انا خاسس 5 كيلو كلهم دهون، هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيفرق، هتحس ان هو اتغير جامد، مش نازل ميكس بين ده وده. تمام. طيب عشان انا بقى دلوقتي انا بقول دلوقتي ايه، انا ميزاني ثابت قد ايه وبعد قد ايه من العمليه، وممكن يثبت وانا بنزل عادي، ممكن يقعد شويه 6 أسابيع يثبت، وممكن اجي يثبت فتره ويجي مره انزل اللي كان المفروض انزله قبليها ينزلوا مره واحده. طيب الخوف يا دكتور، واحد عامل عمليه او اصلا يعني كان مجرب كمان اللي هو نهار ابيض وزني ثابت، انا عملت عمليه وبتاع وشلت معدتي، عايز ينزل كل يوم، يجي يقول لك انا بعمل رجيم كنت بنزل اكتر. لا، استعمل رجيم وتنزل اكتر بس باص كله. لو نزلت بالعمليه بصفه مستمره وحبه صغيرين هتجمع كل اللي انت عايزه بزياده عن الرجيم. خلاص. فانت المفروض تدي نفسك فرصه قد ايه بعد العمليه؟ سنه ونص. حلو، مدتها سنه ونص. انت لو لقيت نفسك عديت شهرين بقى وثابت، ابدا افكر ايه اللي بيحصل عندي بقى. هل انا فاضل لي قد ايه على الوزن؟ يعني لما انا عندي 40 كيلو ونزلت منهم حاجه و20 ولا 30، ده تحفه. فاضل لي 10. 10 دول هينزلوا في قد ايه؟ هياخدوا لهم 4-5 شهور طبيعي. كل ما قربت ان انا اوصل بالظبط. خلاص الحبه اللي فاضلين قليلين، فاكيد هاخد وقت طبعا اكتر. فاخد بالي تصرفاتي الغذائيه، نشاطي البدني فضل ثابت زي ما هو ولا لا. خد بالك ده نقطه مهمه ما تغيرش. يعني انا سيدنتري لايف ستايل، ان انا قاعد ما بعملش حاجه هي نفس اللي بعمله هو كل يوم، فاكيد هيثبت وجسمي هيبدا يتعود على كميه السعرات الداخليه اللي بقت قليله، فلازم انشط الموضوع. بالظبط. اشوف نوعيه الاكل اللي باكلها، اشوف النشاط البدني اللي انا بعمله ماشي ازاي عشان ابدا اكسر الثبات. الرياضه مهمه يا دكتور، اساسي. ما حدش بيعمل عمليه يقول لك مش هعمل رياضه. الرياضه دي هتعمل فيك ايه بعد العمليه؟ هتحافظ على الكتله العضليه بتاعتك. لما تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك يبقى عندك مجهود. صح بالظبط. فيك حيل، ما تقولش ان انا مهبط، ما بتقولش بقيت انا وزني نزل بس عامل زي الورقه حد ينفخ فيها يروح طاير. لا فلازم مهمه، ما فيش حد بنقول له ما ينفعش ما تعملش، اعمل. يقول لك طب انا عامل عمليه عشان ما بتحركش، ما عندي. طب ما لما ينزل وزنك يبدا يتحرك. يعني استنى شويه ينزل شويه وزن كده يتشجع. تعمل العضلات. بص، تحافظ على الكتله العضليه، تقليل الترهلات، ثالثا بقى اللي انت مش واخد بالك منه ومهم جدا، الدوخه اللي بتحصل. ايوه حلو. اللي بتحصل في وقت ما انت بتيجي تقوم مره واحده او بتيجي توطي وتروح قايم، تحس ان الدنيا اسودت كده قدامك شويه لثواني. خلاص العضلات اللي في الرجلين في الاطراف، مش بيسموه هو القلب في الطرفي بالظبط اللي بيضخ الدم. ايوه. ما بيضخش بسرعه، بياخد لاك شويه قبل ما يتحسن. حلو. ايه تاني اوحش بقى؟ الناس مش متخيلاه. تعمل عمليه يقول لك انا ظهري وجعني والمفاصل وجعتني زياده. طب انت ازاي؟ انا اعملهم عشان كده العضلات برضه. ما العضلات نزلت حوالين المفصل، تحسن شويه ورجع ينزل تاني العضلات، فتلاقي نفسك انت ما اتحسنتش. وده ظهري بيوجعني ما كانش بيوجعني قبل كده. طب ما هو انت عامل عمليه عشان كده اصلا، اتحسنت فتره بعدين راجع تاني عشان انت ولا بتاخد بروتين كافي ولا بتعمل تمرينات. فاحنا الكلام ما بنقولوش اعتباطا، كسل يا دكتور. طبعا يعني العمليه مش الحل اللي هو لازم معاها حاجات تانية. لازم انت كده العمليه دايما كنت بقول الكلام ده هتعمل، بس لازم تعمل الحاجات التانية اللي معاها عشان تغير حياتك كلها وتعرف تحافظ على النتيجه، تاخد احسن نتيجه. لكن ما تجيش تقول لي انا هقعد كده اعمل عمليه دوس على الزرار هتعمل لي كل حاجه. ما ينفعش. يا ريت هي هتساعدني، هتخليني غصب عني وزني ينزل بتقلل الاكل. بالظبط. الرياضه بعد قد ايه من العمليه؟ كام شهرين مثلا؟ شهرين. انت في اول فتره بتمشي عادي، ممكن تتمشى، ممكن تعمل تمرينات على ايدك وعلى رجليك شويه بعيد عن بطنك خالص. في الاول في تاني شهر ممكن تخش تجري تمشي على مشايه من بدايه الشهر الثاني. كل الكلام ده ينفع. طب والويت ليفتنج او رياضه المقاومه دي على ايدك دمبلز ولا حاجه، دي الشهر الثاني عادي. رفع بقى حاجات وكلام من ده تستنى، لازم تعدي شهرين على الاقل مينيمم. على الاقل شهرين مينيمم علشان الفتق وكده. طيب تتدرج بقى تدريجيا. يعني ما تجيش تخش عايز واحد يشيلك 200 كيلو مره واحده من الاول يقول لك وانا تعبت ليه؟ طب انت لسه ما بتعملش رياضه طول عمرك ولسه اول مره. تتدرج زي اللي بيبدا يشيل الحديد، مش بيشيلش 200 كيلو من اول يوم يعني، لازم واحده بالظبط. طب معلش، النفس اللي بتسال برضو على ست البنات بتقول دكتور محمد من احسن دكتور يعمل عمليه تكميم ما شاء الله عليه. طبعا ما احنا عارفين، انا معلش احنا ما بنستضيفش اي حد يعني، ما معروفه دي. تسلم ايدك يا دكتور. طيب رفع مخزون الحديد بتسال الدكتور عفاف تقريبا. هو لو انا عندي مخزون الحديد عندي قليل قوي قوي قوي، بيفضل ان احنا عشان تمشيه بسرعه تدي شويه حقن الاول، اوكي، وبعدين تمنتين بقرص. خلاص اوكي.
او باودر او ساشيتس. اوكي، فانت محتاج كده. لكن لو معقول مش ناقص قوي دي عليك اورال بالبق عادي. بالبق عادي يعني لو بس ما تاخدش معاه بقى ادويه ايه زي ايه. مشكلته ان في ناس بتضايق منه، بيوجعهم، يعمل لهم امساك ومش عارف ايه بالظبط. وفي ناس بتقول لك ما بتحملوش وبرجعه، حاجات زي كده. في فورمات كتير موجوده ليه منها، اخد بال حضرتك، في نوعيات، بس هي المشكله ساعات انها بتنقص بس في مصر. لو هي موجوده هتبقى كافيه. هي بتقول عندها حساسيه من الابر ومخزونها 5، في حاجه اسمها 5. لا مخزون 5 ده قليل قوي. قليل قليل. بس مش كل الابر منها عندها الحساسيه. كل الابر عندك منها حساسيه ولا نوع معين؟ جربتهم كلهم. وفي حاجه اسمها حساسيه من الابر دي؟ بس في بس مش كتيره، بس بتحصل. عشان كده دايما بقول للناس لما تيجي تاخدها في المستشفى في الاول، ولما تيجي تعلقها تديها في الاول ربع ساعه ببطء قوي. وبعدين لو لقيت ما عملتش حاجه جريها عادي. بتقول كل الابر، بتقول كل الابر. وعايز ما تاخد باودر دي نقطه. وفي حاجه اسمها كومبلير، علشان ده بيخلي بيتحد مع اللي هو اللي اسمه ايه، البروتين اللي بيمسك في الحديد في الدم في الدم خلاص. وفي اللي هي الحاجات زي البرافوتين والكلام ده كله، ده عايز موجود في مصر. موجود الحاجات كلها موجوده في مصر. بديل الابر شرب. بس هي محتاجه حد طبعا يكتب لها الكلام ده. لازم تتابع. يعني المفروض تتابع مع حد من اللي عملها العمليه، ولا دكتور بطنه، ولا تغذيه وبطنه. تغذيه وبطنه. يا دي فرينجكت لاكتوفيرين. لاكتوفيرين اللي هو زي اللي هو البرافوتين. بالظبط اللاكتوفيرين. مظبوط. تمام. طيب بيسالوا شرب الميه بكثره يوسع المعده؟ في حاجه اسمها توسيع المعده؟ مفيش معده بترجع زي الاول اصلا. نيفر. طب الحمد لله خالص. مظبوط. يعني يجي لك ممكن واحد يقول لك يا دكتور انا معدتي وسعت. طب تعمل ايه؟ تلاقيه بياكل ايه كل شويه، لكن ما بياكلش كميات كبيره. أيوة. بيتحسن، لكن مش بيرجعش تاكل زي قبل العمليه ابدا. ويجي يقول لك انا باكل كتير، تخش تبص كده مفيش فين المعده اللي هتتشال. هو يعني بيقارن ما بين اول العمليه كان بيور وبتاع وحاجات، مفيش معده بتتشال اصلا. بتطلع حته والله قد القلم كده ما بتقدرش توريها للناس. هو ده اللي انا شلته، هو ده العمليه اللي انت عملتها. مفيش حاجه. ممكن واحد يقول لك انا باكل كتير، تخش تلاقي معدته صغيره. واحد يقول لك انا باكل قليل، تخش تلاقي معدته اكبر من اللي بيقول لك صغيره. سبحان الله. طبعا لا، مفيش ما ترجع زي الاول ابدا ايا كان. يعني قولا لا يمكن ترجع زي الاول. طبعا انت ممكن تبص على المعده لو كبيره يبقى من الاول مش مقصوص كويس. تكنيكال من الاول بالظبط. لكن هي بتحتفظ مش مقصوصه كويس. بشوف ناس بعد 4 سنين و5 سنين و6 سنين معدته مفيش. تلاقي بس هو كاتب له في القياس انها 700 مللي، وده كبير، بس بتخش فيها ما تلاقيش حاجه 700 مللي. هم ممكن يكونش لسه عندهم يعني ايه زي ما تقول كده ايه مهاره قياس المعده ازاي في الاشاعات. ولكن القصه كلها زي ما بقول لك لا ما توصلش كده. طب وحضرتك بتقدر دلوقتي من نظر تبقى متخيل المعده دي حجمها من لما تشوفها في الاشعه بتعرف في الاشعه دي معده كبيره في حته، يعني انت عارف انت ايه، في كيرف كده فوق الحته اللي فوق لازم بيسموها قبه المعده دي. ايوه فندس. لو لقيته موجود يبقى ما تشالش. يبقى هو ما تشالش. وده بتشال المفروض. وده بتبقى بينزل لك كده بنفس خلقه ربنا نازل كده. البومبي دي. هو طالع كده وبص ما دخلش عليه. في مره ببص على الاشعه واحد عامل تحويل مسار، ببص عليه اقول له هو انت فين تحويل المسار انت عامله؟ مش شايف. تري عمل ايه؟ جاء تحت وراح حاوط بعيد خالص، فالمعده كلها بحالها فوق. انت المفروض تشوف الحته اللي فوق دي على جنب، مش اللي ما بتبقاش شغاله اخده الصبغه وكده. فعمليه مش حلوه. يا نهار ابيض. طبعا في ساعات كده. فهي في ساعات بتفرق كده، يعني خلي بالنا ان هي ممكن من الاول، وده تلاقيه دايما ده نزل في الاول وراجع بسرعه جدا، ما بيقعدش يستنى بقى اللي بعد 5 سنين و7 سنين و8 سنين والكلام ده كله، بيرجع بدري. قربت اكمل 3 شهور يدوب بشهر نصف لتر ميه طول اليوم بالعافيه. بتشرب نص لتر ميه طول اليوم؟ مش اسمها شباب بالعافيه. يعني بشربه في قد ايه؟ بقى في قد ايه بالظبط؟ طبعا يعني ممكن كل 5 دقايق بق يعني اقل كمان هيخلص. تمام. وممكن تكون قصدها ان هو بيتعبها. ممكن الميه تجرب بقى. كنا بنتكلم عن موضوع الميه، تجرب سوائل تانية. يعني ممكن تجرب الحاجات الدافيه دي ميه تحط على الميه اضافات. في ناس بتحط عسل، ميه ورد، نعناع، بتلونها بشربات خفيف. ساعات في ناس بتحط تانج خفيف كده فيها. في ناس بتحطها في قله. انا جربت يا دكتور بتسقعها. لا السقعه بتريح. والالكلاين ووتر كمان. وفي ناس تقول لك كده وكده. هي كذا حاجه، في كذا حاجه، مفيش رول. ما بتقعدش تتعب نفسك فيها، كده هتحسن مع الوقت. بالظبط بالظبط. فطوم. لا فطوم طبعا الدكتور محمد طبعا. طب يا دكتور، ليه في دكاتره جهاز هضمي بيخوفوا وبيقولوا ان بعد العمليات المعده بتتعب وتعب دائم؟ طب ما طبيعي يعني المعده بتتعب، ما بتقص. ما هو المعده بتقص، سواء مقصود منهم مقصود يمكن يكون ارتجاع المريء، يمكن يكون قصده كده. خلاص الارتجاع. عندك في تقريبا تلت الناس او اكتر ممكن يبقوا ماشيين على دواء معده فتره، التنشن جوه المعده بيبقى عالي. دي نقطه. بعدين الحته انت بتقصها فوق دي عشان تبقى مظبوط، ممكن الالياف او الفايبرز اللي هي بتمسك اللي هي اللي بنسميها اللي هي العضله بتاعت المريء من تحت ممكن تضعف شويه، ونزول الوزن نفسه بيخفف العضلات في المنطقه دي،
فالارتجاع ممكن يبقى موجود. علاج المعده خده، في ناس بتخوفك من علاج المعده برضه، خد بالك كل حاجه بيخوفك منها، مع ان في ناس بيقول لك ممكن يمشي فور لايف عليه، بره يقول لك كده مش عليه، يقول لك بس ممكن يعمل ويعمل. طب فين اللي عمل لمين؟ هات لنا حد عمل له حاجه اصلا مفيش يعني. فبس فهي الفكره كلها زي اي دواء انا بكتبه، مفيش دواء انت بتجيب البامفلت بتاعه ما تلاقوش فيه اعراض مكتوبه. مظبوط صح، سايد افكتس، بس نسبتها قد ايه؟ لو حصل منه بتوقفه بالظبط. جميل. طيب ده اللي بيتكلموا عليه. انت عندك في المعده في نقطه مهمه، عشان النقطه اللي اتكلمت عليها دي دكاتره الباطنه لما يجي يعمل منظار للعيان بعد العمليه، ويجي دكتور جراحه يعمل منظار للعيان بعد العمليه، بالظبط جوه المعده في حته اللي اسمها الانسيزوره فيها لفه طبيعي، هي كده خلقت ربنا. يعني دايما لما نيجي ندبس على المعده بنحاول نبعد عن الحته دي شويه عشان يبقى المسافه بين الحته دي وبين جدار المعده قد فوق بالظبط، ما بنضايقش على الانبوبه بالظبط الحته دي. ان هو بيجي يعدي بالمنظار يقول لك في تويست، في لفه، في حوده، في ستيب جوه، دي خلقت ربنا، خلقت ربنا. فدي مش حاجه غريبه يعني لما يتكتب يقول لك دكتور في التواء وفي مش لا ده اختلاف البطن. يا جماعه شوفوا معلش نقطه ان احنا بنروح لمتخصص وحد من الشطار بجد والله تفرق في ديتيلز صغيره، او انا كدكتور اول مره اسمع عنها دلوقتي يعني، حتى حضرتك لسه قايل عنها دي يعني الاختلافات ما بين الناس في حته ان ده معدته شكلها ايه، وده ده الكلام ده مهم وخطير. هو اللي اشتغل حاله او 2 أو 3 او الناس اللي بتعمل زي ما حضرتك قلت كده ان ممكن الناس ما تقصش بطريقه تمام، او تقص 60% بدل 80، او ما تسيبش ال 150 او 200 سم. عادي بيجي لك ساعات حالات واحنا شغالين تبقى صعبه والدنيا ضيقه جدا جوه. تخيل انا بقارن نفسي ان انا جاي لسه كنت بشتغل زمان ودلوقتي كنت هعمل ايه؟ هقعد وقت كبير جدا مش هتطلع نتيجه حلوه، كان واحد يقعد يشد في شعره، خد بالك. لكن دلوقتي لما تيجي تبص والله خلاص، حتى اي حد يقول لي طب ما لازم هتجي لك الحالات دي، هتجي لي تعمل مين اللي هيعملها بقى؟ صحيح. هو مش مساله كده، وده فضل من ربنا ان انت قعدت شفت حالات كتير، كل ما بتشتغل الليرنينج كيرف بتاعك بيعلى زياده. طبعا. شوف اصعب يعني زمان لما كانت رساله الدكتوراه بتاعتي كنا بنقعد في الحاله كام قد ايه؟ 5 ساعات في الاول خالص ما شاء الله. بس بوريك بس الفرق طبعا. انت كل ما تاخد اكسبيرينس اكتر كل ما تعرف تتعامل اكتر مع الكلام ده كله. فانت ما تلومش ان انت لو انت رحت حد عمل لك العمليه وانت لسه في لسه في الكيرف اللي بيعلى ده، ممكن ما توصلش نتيجه كويسه، بس خلي بالك من وده طبيعي يعني لو ما اشتغلش كتير يعني. تمام. طيب معلش، هو الجلد المترهل بيتحسب من الوزن ولا لا؟ يعني عايز اوصل ل70 وحاليا 76، هل الترهل هو مش هنزل وزن ياما الجلد مش هنزل حاجه، مش هنزل وزن كتير يعني هنزل حبه والاسترس بتاع العمليه يروح منزل شويه، لكن هو مش هنزل 15 كيلو مثلا يعني 5 كيلو. موضوع الوزن المثالي ده انا مش عارف يعني، هو مش لازم اوصل للمثالي خلاص. في بعض الناس تقول لك انا عايز انزل اكتر من المثالي، جميل، فمفيش اسمها كده. هو انا العمليه مش معموله عشان تنزل لك الوزن المثالي، العمليه الناجحه هيتقال عليها ايه؟ نزل لك 20% من التوتال ويت لوس او 50% من الوزن الزياده، من الدهون الزياده. يعني انت عندك في افترض عندك 100 كيلو زياده ونزلت منهم 50، يعني انت لو وزنك 100 مثلا دلوقتي وعندك 40 كيلو زياده ونزلت منهم 20، هتروح تتخانق مع الدكتور ايه 20 كيلو نزلتهم دول، انا عايز انزل اكتر. صح. هو ده كده يعتبر عمليه اسمها عمليه ناجحه. ده نجاح العمليه. انك تنزل نص الوزن الزايد في خلال سنه ونص بالظبط، ده تعريف العمليه كده. ممتاز. فمش لازم توصل للمثالي، خد بالك كل ما الوزن يبقى قليل توصل للمثالي بسهوله اكيد عشان قريب. لكن لو 180 و190 كيلو وصلت 110 120 كويس قوي. دكتور اكبر وزن عملته 310 كيلو في المستشفى هنا. انا بجيب الاوزان كبيره هنا. لسه بعت لي صوره بتاعت هذا الولد ده قريب شكله اختلف خالص يعني. طبعا حلو قوي لو لسه يعني في الاول يعني، هو بيقول لي حتى بقى عايزين نروح نشد، قلت له لا لما يستقر على وزن نروح شد بقى 300 كيلو. كان سنه قد ايه؟ لا ده سنه صغير، سنه 19 سنه. تخيل واحد هيعيش ازاي كده يعني. هتيجي ده تقول له بقى والنبي بتخاف من العمليه وما تخافش، ما ينفعش الكلام ده. لايف سيفنج يعني طبعا انقاذ حياته. ده حضرتك ده اتنقل 19 سنه ده لسه. طب اصغر سن عملته يا دكتور كان كام؟ 10 سنين. 10 سنين. طب لسه عامله قريب بجد والله كويسه جدا ما شاء الله. في قبل كده برضو عملت زيها بس دي اقرب واحده وانا بقى لها 10 سنين. طب والسن ملوش يعني ممكن 60 طالما الشخص واعي هذا ايوه يقدر يتعامل مع الناس وينفذ التعليمات وانت بتتكلم معاه تلاقيه كده. ودكتور السلوك والنفسيه يقول لك ده كويس تسمع الكلام. في بعض الناس بنحضرهم ما بينفعوش، قول استنى لما تبقى ماتيور بقى شويه، لما تنضج شويه تبقى تعالى يعني ترفض حالات. ممكن ترفض حالات. امال ايه كتير لو مش مهيأ ومش يعني عارف العمليه اللي بيعملها لانه مش مهيأ. ما زي ما كانوا بيقولوا ان البيشنت كومبلاينس مهم جدا. طبعا مهم. وخلي بالك احنا عشان المنظومه في مصر هنا في العمليات دي خاصه اكتر، فانت بتتكلم ان انت بتعمل عمليات على طول، لكن بره الناس ممكن تقعد سنه تتحضر وتترفض في الاخر.
اترفض. اكل المكسرات كم واحده في اليوم؟ انت خلاص يعني يا مكه يعني مكسرات يا دكتور ما هو انا هم الناس بتقول لك رمضان طبعا انا مش دكتور تغذيه عشان برضو ما افتيش قوي يعني، آه. ولكن هم الناس بتقول لهم دايما خد حبه على قد حبة كف في إيدك. ايدك كده كلهم في اليوم. مكسرات بس خد بالك بس نقطه مهمه برضه يعني انت لو انت حسيت في يوم ان انا مزودها قوي اظبط الاسبوع اللي بعديه ما اخدش خالص بس يعني ما خربتش الدنيا. ما خربتش حصل حاجه يعني. انا دايما كنت بقول لهم ايه ان انا يعني كمجرب ان هي مش رجيم يعني هو منع يعني هو منع لمده بسيطه بعد كده الواحد هيعرف فيها تاخد اللي انت نفسك فيه. بس لو كل حاجه تقريبا لقيت نفسك زودت في اوقات اظبط الاسبوع اللي بعده بس وخلاص الموضوع سهل. وتراقب وزنك كل اسبوع، لو لقيت في وقت من انت زدت حاجه مش عاجباك بطل اللي بتعمله تنزلهم تاني، ما تستناش ب 20 و30 كيلو يعني. شفتوا سهله ازاي يا جماعه. بس الفكره في المراقبه زي ما الدكتور محمد هاني بيقول ان الفكره انك تراقبي نفسك كل شويه انت بتزيدي ولا لا ودهونك قد ايه. دكتور الميزان الانبادي احسن طبعا يعني الانبادي عشان التحليل عشان الدهون بس عشان الدهون والعضلات والميه والكلام ده كله. شوف ايه لازم الفتره الثانيه تعمله. لكن هو ميزانك اللي انت حاطه في مكان ثابت توزن عليه مره في الاسبوع، تخش الحمام سامعين بقى مره في الاسبوع. دكتور ده عندهم في مرض كل يوم. الميزان ده كل يوم لو كل ساعه زدت 200 جرام وزدت بتاع. لا ما هو لازم يحصل كده في اليوم يعني مش اسمها كده. هو هي مره في الاسبوع اخش الحمام واطلع اوزن والميزان في مكان ثابت. طيب سؤال يا دكتور احنا يا جماعه موضوع الجلد الدكتور جاوب وخلاص. جرثومه المعده والتكميم. بص الكلام كان بيتقال دايما زمان في ناس بتشتغل بمدرسه ان انا اشخصها واديها علاج وبعدين اعمل العمليه. بيفرق في حاجه؟ ما بيفرقش في حاجه. وفي ناس بتتكلم ان هو ما بيفرقش معاه ان الجزء اللي بيطلعه من المعده اخد الجرثومه معاه بره. بالظبط. لو انت بدات علاجه خلصه بعدين اعمل العمليه، ما بداتش يبقى بعدين نبقى نشوف الكلام ده بعدين. مش مهم يعني مش مهم. طبعا مش مهم خالص. ما ملوش اي معنى. خلاص. جرثومه المعده في الشعب المصري 80% تقريبا عندهم جرثومه المعده. والاسوأ انها بترجع، والاسوأ انها بتقاوم الادويه دلوقتي. الجرثومه دلوقتي بتقاوم الادويه. طب حلها ايه؟ ملاش حل ولا حاجه. بس خلي بالك حضرتك هتاخد لها علاج وهتروح وهترجع تاني. فما تحطش في دماغك قوي يعني هي لو عامله لك اعراض هتدور على علاجها كل شويه، مش عامله لك حاجه خلاص. داليا فؤاد بتقول لقاء العظماء العظيم يعني ما انا مش الراجل هو داليا فؤاد عارفها. داليا كانت بتابعاني وكانت بتتكلم وبتاع. كانت تقريبا لا بسالك عشان انت بتقول لا كانت يعني هي كانت من اسكندريه وكانت كبيره وعملت ما شاء الله عمليات اعتقد ممكن تكون عند حضرتك مش عارف بصراحه يعني حضرتك ولا لا. وبعد كده عملت عمليات تجميل وبقت يعني حد مختلف تماما. الف شكر دكتور محمد هاني يعني عميله لحضرتك. منورين. شكرا دكتور. دكتوره اسراء محسن معانا برضو منورين. النور كله معانا اهو. دكتور عندي جرح بالعمليه بيجيب ميه بقاله 4 شهور. داليا بتقول لي اشكرك. داليا بتقول لي دكتور نزيه اشكر لي دكتور محمد. اشكرك يا دكتور. لا تحت امرك. جرح بيجيب ميه بقاله 4 شهور وده هتلاقي فيه اكيد تحتيه غرزه. تمام. ما دابتش لسه. ممكن تكون عامله التفاعل ده. تمام. بس طالما بيجيب ميه مصفره او غيره مش بيجيب حاجه تانية يعني. اسراء بتقول اللي 310 بقى 160 دلوقتي. ما شاء الله. نزل 150 كيلو. عارفاها هي. غالبا بتتابع معاها. اخته كمان عملت بعديه بس اخته كانت قليله يعني مش زي يعني. داليا خلاص يعني الدكتور بيقول لك العفو على ايه. ما انا عارف يا داليا بقى. ما انا عارف انا لسه بقول له. طب دكتور المراره طبعا ماشي. مش هنتكلم بقى ان المراره ممكن الناس يجي لها مراره بسبب ما هقول لك بقى قصه المراره. اولا انت بتحضر المريض قبل العمليه. هل روتين ان انت تعمله سونار قبل العمليه؟ حضرتك بتعمل كده؟ انا بعمل بس هو مش روتين في العالم لحد النهارده. خلاص. وبرده انا دورت في كل الابحاث المنشوره واحنا عاملين واحد قريب عشان اخر السنه اللي فاتت على ان احنا جبنا العيانين اللي بنعمل لهم وشفنا عندهم قد ايه مراره. خلاص. وشلناها. احنا بنشيلها. في عندك مدرسه لو انت لقيت مراره تشيلها مع العمليه. لو انت ما عندك مراره ممكن ما تشيلهاش تسيبها لما العيان يشتكي منها. ده كل ده قبل. خلاص. 3 ما بعملش سونار قبل العمليه. طب عرفنا منين انها جت من العمليه ولا هو كانت عنده من الاول؟ مظبوط. طيب الموضوع ده لسه فيه ايه مش واضح. طب هل انا اقول والله للناس كلهم ان العمليات دي بتعمل مراره؟ طب لو بتجيب المراره كانت كل الناس تشيلها لها؟ لا تقريبا اللي بيتقال نسبه 20% في اول 3 سنين اللي هو رقم صغير جدا. ما يخليش الناس انها تشيل المراره. عشان طب انا احافظ عليها ازاي؟ لازم ما اسيبش نفسي فترات كبيره من غير اكل واخد بالك وشرب عشان تنقبض. يعني انت لو عندك مريض دخل العنايه عادي جدا مش عامل عمليات اهو وقعد اسبوع من غير اكل ولا شرب تجيله بقى تبدا تكون طمي بقى وتبدا تكون كده انها ما تنقبضش. دي نقطه. كميه السوائل مهمه. وفي طبعا ثالث حاجه انت بتشوف بعض الناس بتدوخك عشان تاخد فيتامينات.
في دواء ممكن يتاخد في اول 6 شهور. ده بينفع ينفع، بيقلل فرصه حدوث ممكن يقلل. طبعا. اصل المعلومه دي مهمه، ان اللي هو اورسودوكسيك اسيد. حضرتك بتديه للعيانين يا دكتور؟ احنا بنكتبه لهم بس والله نكتبه. بيقعوا في النص برضه، ما بياخدوهوش. دي نقطه مهمه. تمام. طيب هل اللي بيستأصل المراره وزنه بيزيد؟ لا، مفيش الكلام ده، اشاعه. هو كله طب انت بتعمل لهم عمليه تكميم ومراره، طب بينزلوا ليه في الوزن؟ مظبوط، ما هو شيل المراره. طيب. لا بالعكس، ده بالعكس بقى، ده الناس بتقول لك ان شيل المراره المفروض هو اللي يزود النزول. ولسه برضه تاني ما كل بتفتح المواضيع دي، كل ده بيتشاف. ولسه واحد برضه بيتكلم شيل المراره مع العمليه بينزل وزن اكتر، ولا بيفضل هو شايف ان في ناس اللي هم بتحول المسار اللي شالوا المراره شافوا نزلوا اكتر مثلا. هي طب هو المراره مخزن، بتخزن العصاره وبتركزها جوه. وهي العصاره بتيجي منين؟ من الكبد. الكبد موجود ما اتشالش بالظبط، فالعصاره الصفراء موجوده. انت لو ربطت القناه المراريه دي الناس تموت، فالعصاره بتفضل شغاله. هو بيحس بايه بقى؟ ان هو احسن في الاكل والشرب والوجع اقل، الناس اللي بتشيل المراره فتلاقيه يبدا يزيد شويه، لكن مش اساسي، مش مرتبطه دايركتلي ان في حاجه فيها هي تخلي الناس كده. يعني انت بتتكلم لو انا بقول لك يا اسطى بتقلل الامتصاص، طب هي قللت الامتصاص، هي بالحاجات اللي فيها بتزود الامتصاص. طب انا شلتها المفروض الامتصاص يقل، المفروض انزل وزني يقل. مظبوط، مش العكس. مظبوط، بس يعني ممكن يكون العكس. طبعا، لكن المفروض لا، مش معلومه مش مظبوطه طبعا. واحنا بنلاحظ الناس تيجي تقول لك انا زدت بعد ما شلت المراره، بس مش هي مش دايركت يعني. يا جماعه بلاش اشاعات بقى، يا جماعه متخصصين هم موجودين خلاص يعني. تمام. دكتور صحيح بعد سنه ونص ما في نزول خلاص؟ لا ينفع ينتهي النزول. وانا ببساطه انت ليك تاني لايف ستايل معين. طبعا النزول في اول سنه ونص ده الفتره مهمه. حلو. طيب انت ليك لايف ستايل معين بتعمله كل يوم، لو غيرته ممكن تنزل زياده. يعني معلش، يعني انت ممكن يجي واحد يقول لك انا بعمل كل حاجه ووزني ما بينزلش يا دكتور بعد سنه ونص، وما اتغيرتش حاجه وحياتي زي ما هي وما غيرناش حاجه اهو. ايه اللي بيحصل بقى؟ يجي له دور برد وبقه يتقفل تلاقيه بدا ينزل، يبقى انت عندك فيه مشكله. ما لازم تبقى تاخد بالك منها. انت مش عارفها ليه؟ عشان انت ما بتتابعش. تابع هتلاقي نفسك من الاخر اللي بتعمله غلط بيبان. انا يا دكتور اللي بعمله من اول العمليه هو ما غيرتوش يا دكتور. طب انا وزني ليه زاد؟ هو اللي بعمله ما غيرتش نفس اللي بعمله كل يوم. هو هنيجي نقول اللي انت بتعمله من الاول غلط. تحط معلقه سكر على كوبايه كبيره غير لما تحط نفس المعلقه كوبايه صغيره. مظبوط. تصرفاتك وانت وزنك كبير غير تصرفاتك وانت وزنك صغير، هي نفس تصرفاتها. فغيرها بقى عشان تعرف تشوف من الاول بتعمل حاجه غلط. مظبوط. طب في ناس برضو بتسأل وبتقول ان هم بعد ما كانوا بيتعاملوا عادي في الاكل والشرب، بياكلوا ما كانوش سويت ايتر، ما كانوش غاويين حلويات والكلام ده، وكانوا بياكلوا اكل عادي، بس بعد العمليه استسهلها، حولوا على بقوا شوجر كريفنج. ما بتجري انا اكلتها عدت بسرعه ما تعبتنيش، ايه عطتني طاقه، يلا بقى ادور عليها كل شويه نفسيا يعني. طبعا وفي ناس العكس بسبب قله الاكل. طبعا. وفي ناس العكس. هي كلها لازم تريننج بعد العمليه، فعشان من كده ما تعملش العمليه وتعيش مع نفسك. اللي انت بص اللي بنشوفهم اللي بيعيش مع نفسه بعمل ازاي، سكه حلوه جدا وانا كويس وجميل ومش حاسس بحاجه وبنزل وزي الفل، حلو، يظهر لك بعد كام سنه انا رجعت اعمل ايه من وزني، عشان هو ما تابعش ولا عارف اي حاجه. وبقابلهم كتير ويظهروا لي بعد كام سنه. صح امبارح بتقول لي بقى لي 7 سنين اعمل عمليه، قلت لها 7 سنين انا مش عارف، مش فاكر طبعا 7 سنين بالك ايه. بتقول لي باكل حلويات كتير. طبعا احنا عارفين السبب، مش اكلك اللي هو زي الاول يعني. دي نقطه. الحاجه التانية اللي بقول لك عليها ان انت تعمل العمليه وما تتابعش وما تلتزمش وتشتكي وما تاخدش فيتامينات وصحتك تبقى وحشه وتقول العمليه هي السبب، ويبقى دي نقطه بتخوف الناس التانيين. انا فاكر حضرتك كنت قلت لي واحنا بنعمل العمليه خلي بالك العمليه مش الحل السحري للموضوع، انت في موضوع في ايدك لازم تخلي بالك، لازم فحضرتك بصراحه هي العمليه زي ما بيتكلموا عليها بيقولوا عليها هاني مون. لا كده، وده اللفظ اللي كان الدكتور خالد جودة دايما يقوله للناس، العمليه تلاقيها هاني مون. فالهاني مون بتاعك ده هيفضل مستمر طول ما انت معايا. بعد شويه هتزول القصه دي لو انت ما استفدتش من اللايف ستايل اللي انت عملته. عشان كده بتعمل العمليه لازم متابعه تاني. طبعا الورم بيحب يرجع ولا لا؟ طبعا زيه السمنه كده مثلا، ده جيناتك معرضه لكده. يعني بيجيب لك مره واحد جاب لنا صوره كده قال لك مريض اهو شايف وزنه قد ايه كبير ودلوقتي بقى وزنه صغير. طب عملنا ايه؟ هل ده يتقال عليه وزنه زياده او لسه عنده مرض سمنه؟ عنده مرض سمنه، ان هو اتعمل اذا حطيت له جين معين خلاص شلته موجود عنده لفتره فانت جيناتك موجوده تخليك تعرف تعمل كده تاني. ما اتغيرتش.
طب حته كده يعني الذكاء الصناعي يا دكتور مم. والروبوتس والكلام ده، هل حضرتك شايف ان ممكن تاثر في الذكاء جراحه الصناعي السنان؟ ولا الروبوتس؟ يعني الاثنين مع بعض، انا يعني مش قصدي ما هو الاي روبوتك اي سيرجري، حاجه، انا قصدي الذكاء الصناعي وتاثيره على الموضوع ده، هل ما هو ممكن حضرتك شايف الذكاء الصناعي دلوقتي الحاجات اللي معمول فيه انه بيدي معلومات للمرضى اه وديسيجن ميكنج اه مثلا للعيانين، مم. يقول لهم يعملوا ايه وبيسالوه معلومات يقولها لهم. وفي ناس جت عملت ايه، سالت الذكاء الاصطناعي مثلا اسئله مم. وجاوبت، والاجابات اللي طلعت دي جابوا 10 متخصصين وكل واحد بيقول الاجابه مظبوطه ولا مش مظبوطه، فلو ان هو بيأدي كويس في الاجابات. الذكاء الصناعي ممكن يعمل لك ايه بعد كده؟ مم. انا اقدر اعرف عندك انت امراض ازاي، مجرد انا جبت معلومات كتير عنك وخدت فحوصاتك وكلها، وقدرت اعمل لك مثلا كويشنير سيرفي تجاوبه واعرف عندك ايه. ممكن يطلع حاجه زي كده. مم. ممكن الذكاء الصناعي تستخدمه في عمل العمليه بعد مم. كده، لو هو شاف عمليات كتير ممكن هو يشتغل عمليه، ممكن. بس برضه لازم يبقى ليه ليميتس معينه، لازم مظبوط. على سنين كبير كتير. مم. ممكن يشخص ايه وتعمل منظار لعيان يقول لك في هنا حاجه انت ما خدتش بالك منها. مم. حلو، في حاجات زي كده. طب دي نقطه، فده طبعا هو فيلد بيكبر وغالبا هيتطور وممكن يعمل حاجات زي كده. مم. النقطه الثانيه، الروبوت طبعا وجوده في عمليات السمنه عندنا مش مفيد قوي. يعني احنا شفته كتير، يعني انا سافرت بره كتير وشفته. ما بتسال الناس اللي بتشتغل يقول لك انا مش شايف ليه فايده غير في بعض الحاجات اللي هي ايه، انا عندي عيان بطن ضيقه جدا، مم. فانت عايز تتحرك فيه بس بطريقه سهله. مم. دي نقطه. النقطه الثانيه عمليه معاده تنفع، لكن هو في المسالك بيفرق، المنطقه ضيقه جدا. مم. نفس الكلام كده عندك انت مم. في عمليات المعاده، في الكلام ده كله ينفع، لكن انت ببساطه انا هيفرق معايا إيه؟ انا رحت بتفرج عليه ازاي، عباره عن ايه، انت واقف كجراح بتروح فاتح الفتحات بايدك، مم. حلو، وبعدين نيرسز واقفين بيحطوا الايدين جوه التروكرات كل شويه ويشيل الاله وتركب له الاله وتعمل وانت قاعد بتلعب في البتاع. طب هو استفدت ايه؟ طولت الوقت شويه، مم. خلاص، عرضت نفسك ان انا شفت في قدامي حاله حصل فيها نزيف، الراجل راح دخل والراجل ما عملوش حاجه. وسالني اعمل ايه، قلت له السع على الحته دي، هو مش متعود يعني، هو كان في نفس القصه. الحاجه الثانيه، انا مثلا لو انا جيت عايز امسك ايه مثلا، اوصل دي بدي، كويس. حاجتين ببعض. افرض وانا باجي ماسكهم بايدي وجيت انا بمسك ايدي وحاسس بوصلهم لقيت في مش عايز اتحرك، اروح واقف. الروبوت مش هيديك الاحساس ده، مش تحس، ممكن تتقطع الامعاء وهي بتتوصل، مش حاسس انها جايه بالعافيه او في تنشن. فهي في نقط زي كده برضو قاصر فيها. الحاجه الثانيه غالي. الحاجه الثالثه اللي بتكلم عليها، اللي انت بتتكلم عليه، المينتننس بتاعه وتصليحه والكلام ده كله، لو حصل باظ هيتصرف عليه مصاريف قد ايه. خلاص جميل. الحاجه الاخيره ان اللي منشور عنه ان هو ملوش لازمه فعلا، بيطول الوقت العمليات ومكلف زياده جدا بدون اضافه، والعكس ممكن يعمل مضاعفات اكتر. ده اللي موجود عندنا في الابحاث، احنا ما بنخترعش. وللاسف بقى اللي موجود في مصر مش روبوت كامل. انت عارف تعمل ايه بيه؟ انت بتخش تسلك وتعمل كل تروح تخيط بيه بس. طب لازمته ايه؟ فين آلاته بقى؟ فين حاجته؟ آلاته غاليه. مظبوط. اقول له انا اعمل لك عمليه ب 80,000 و100,000 و70,000 وانا ما خدتش اضافه زياده، يعني انت استفدت انا ايه؟ ما فاضيش في حاجه زياده عشان اسمع عملت عمليه بالروبوت. طب انا مفتوح نفس الفتحات اللي هو مفتوحه له التاني. بالظبط. الوجع هو الوجع بيجي من جروح؟ لا جروح ما بتوجعش اصلا. مظبوط. طيب معلش يا دكتور، احكي لهم برضو، احكي لي عشان بيسالوا برضو اصعب الحالات اللي اتعملت. معلش الحته دي يعني يمكن هشرح لك برضو. هو اصعب الحالات اللي اتعملت عندك اللي هي العمليات بتبقى اللي هي ريفيجن المعاده. لا انا افتكر برضو يا دكتور الحاله اللي كان في حد عنده سليب ابنيا وده خد بنج موضعي. دكتور حديد عطر بنج موضعي. ده يعني على فكره الراجل ده كان عيد ميلاده من يومين بجد والله. والله فعلا انا مش عارف افتكرته من يومين فعلا. صدق انا كنت فاكر ان هو كان ده بس طبعا ماشي كويس جدا طبعا بعديها. خد بالك دي حالات عشان الظروف الصحيه، لكن مش حالات تقنيا جوه انت مش فارق معاك. مظبوط. بتعمل واحد. لا بس اكيد برضو حاجات ستريس بتاع يعني اكيد. طبعا انت خلي بالك احنا بنشوف الحالات دي كتير دلوقتي. انت عندك يمكن الشهرين اللي فاتوا كان في حالات نفسها وهي وقعت الاكسجين وهو ماشي كده حاجه 80%. لما يخش ما هو يعمل ايه ده صعب. ده يخش يقعد له في العنايه يومين ثلاثه ويفك ويبقى كويس ويبدا يبقى وزنه ينزل يتحسن. مفيش حاجات فكاهيه حصلت يعني، قصدي اقول حاجات كده يعني فيها اكيد يعني من كتر يعني. هو في كتير بس هو طبعا ما بيجيش على دماغك. انا فاهم. بتقعد تفتح مواضيع. لا طب الناس اللي بتجي لك وتقول لك مش هقول لك، واحده مثلا تجي تقول لك ايه مش هقول لجوزي ان هعمل عمليه لسه من اول امبارح. واحده بتكلمني قالت لي انا طبعا نسيتها، انا هعمل العمليه بس مش قايل لجوزي، هقول له بعد ما اعمل العمليه عشان هو مش عايز نعمل. هو مش معترض بس هو مش عايز نعمل في وقت معين. فالمهم بعد كده بعد ما عملت العمليه مامتها جت نزلت بتقول لك ايه ده جاي راح يتخانق معاك وبتاع ومش عارف ايه، ويقول لك ليه ومش ليه ومش عارف ايه وكلام من ده.
تمام. وبعد بقى ما خلاص طمن على مراته قال لك انا عايز اعمل انا كمان. يا سلام. بس فاوريك بس مظبوط. في حاجات زي كده. في مره واحده في واحده مره عملت عمليه معايا قبل كورونا انا فاكر، وقالت لي انا مش قايله ان انا عامله بتاع، انا قايل لهم انا عامله المره، وهي عامله المره فعلا. بس انت هتقولي اي حد عامل المره بالمبلغ ده هيقول لك ازاي يعني، هي دي بقى اللي هدفع. المهم بعد سنه قابلتها في السوبر ماركت، وقت اللي فاكر انت الحظر بتاع كورونا ده، كنا بننزل نجيب حاجات ونمشي. فقابلتها فبتقول لي مش فاكرني انا فلانه اللي عملت؟ قلت لها والله بجد خسيت وبقيت كويسه وبتاع مش عارف ايه. قلت لهم لا لحد دلوقتي ما يعرفوش. شوف هو انا ما اعرفش ليه الناس بتعمل كده، بس انا عندي انا رايي اللي بيعمل عمليه، انا مش رايي، انا رايي ان هو لو في مجتمع كده زي ما يقولش الناس، ما يقولش الا لو شاف حد محتاج يعمل عمليه. ليه بقى؟ لو بيفضل مركز معاه وانت بتاكل يبص لك كده وانت كده قوي، ولما ينزل في الوزن يقول له شكلك كده، عاجبك شكلك مش عارف ايه، ويقعد يقطم فيه يقطم فيه. مظبوط. بص بقى ده عمل معاك كده اهو، انت نزلت في الوزن وبقيت حلو وجميل، لما تيجي ترجع يقول لك كنت لحقت. برضه في واحده مره قالت لي كده سعوديه، قالت لي يا عم واحده بتقول لها انا عايز اقف على الميزان، قالت لها يا ست ما تخليكي، انا كنت ما لبست وجبت لبس واتبسطت بنفسي وهم قعدوا يقولوا لي زهقوني انت ليه عامله كده وعامله كده، ومجرد ما رجعت انت توك لحقتي اصلا عشان تنزل. هم نفس الزناز بيقولوا لي زموني، هم برضه اللي زموني لما زدت تاني. يعني لا كده عاجب ولا كده. فانا بحكي لك يعني، فعشان كده دايما انت ايه، انا عايز اقول لك انا كان عندي حاله تحويل مسار برضه، رجعت العمليه بسبب كلام الناس. فشايف مشكله من اي نوع خالص، قاعده قدامي جبت الناس كلها تبص عليها، دي كويسه وشكلها حلو، ايه مشكلتك؟ الناس اللي بتشتغل في محل بتبيع المحل بتاعها، فالناس قالوا اتغيرتي ليه وبقيتي مش عارف ايه، فخلوها تعيد، خلوها تلغي، ينفع. احنا عايزين برضو نقول على الحالات اللي بتجي لك، وانت قلت لي يا دكتور من شويه ان انت ممكن ترفض بعض الحالات، يعني لو حد عايز يعمل عمليه عشان تجميل مثلا، عشان شكلي يبقى حلو. انت بيجي لك ناس بص من الناس اللي بتسمعه وبتشوفه على من الميديا وكده، يجي لك واحد وزنه 180 كيلو وعنده مشاكل الدنيا، والاخر يقول لك انا خايف ومش عايز. وانت اصلا كده انت اصلا معرض لخطر، حياتك فيها خطوره اللي انت عامله كده. ويجي لك واحد تاني وزنه حاجه و80 ويتحايل عليك تعمل عمليه، ما ينفعش، امشي، لا ما تزعلنيش وانا مش مبسوط، ما ينفعش. هي مش عماله على بطال، وتيجي يقع فريسه لحد يقول له انا مش هشيل لك كتير من العمليه من المعده، ما ينفعش. مشكله فعلا. التخصص مطلوب. فانت بترفض الناس اللي هي اولا مش انديكيتد، اللي هي ما ينفع، ما فيش ضروره اللي هو يتعمل كده خلاص. وثانيا اللي هو تلاقيه مثلا حد تلاقيه بقى ان هو يعني ايه، انت بتقنعه كأنك عايز تقنعه بالعافيه ان هو يعمل عمليه. لا لازم هو يكون فاهم الوضع كويس جدا وعايز يعمله، مش اجبار طبعا. طيب احنا يا جماعه برضو الدكتور محمد هاني ان شاء الله للمتابعين بتوعي باذن الله بعد اذنك طبعا انا هفجر المفاجاه، اللي عايز يحجز ويعمل العمليه عند الدكتور محمد هاني يتواصل معايا، واحنا هندبر له كل حاجه لازمه فيما يخص مقابله الدكتور، فيما يخص الدنيا اخبارها ايه، بالذات الاخوه اللي في السعوديه وفي الخليج، لان فعلا بيجي له حالات من هناك. فهو تفضل مشكورا ان هو سمح لي ان انا اعلن ده. صح يا دكتور؟ تمام مفيش مشكله ان انا اعلن عشان تحضرهم بس مظبوط يعني. لا طبعا، ما انا الفكره ان هم ان شاء الله لو اي تواصل عن طريقنا هنا ان شاء الله باذن الله في الاكونت، ان احنا ممكن نوصلكم بالدكتور، حتى ممكن ان احنا نجمع كل المعلومات ونعرضها على الدكتور محمد هاني، وهو ان شاء الله هيسمح لنا ان هو يعمل العمليات اللي بتجي لنا في المستشفى عن طريق الاكونت. صح يا دكتور ولا انا؟ لا مظبوط ماشي مفيش مشكله. انا معلش ده بعد اذنك. لا مفيش مشكله مفيش مشكله. الناس عايزاك والناس بتحبك وان حضرتك فعلا في ناس كتيره في السعوديه يعني بيقولوا ان هم حضرتك كنت يعني عملت لهم العمليه من فتره. ان حضرتك يا جماعه انا برضو معلش قول الحق يعني، مش كل حد عمل العمليه يعني كجراحين بقى يعني. انا برضو كمرضى انا كنت مريض وانا في نفس الوقت طبيب، فالى حد ما ايه قادر اوازن شويه. فرق كبير جدا من اللي خدها هوايه او اللي خدها كده اتعلق يعني كدكتور عملها بالتمرين وبتاعه. فرق ان هو حضرتك رساله الدكتوراه بتاعت حضرتك كانت عن هذا الامر. هي ما كانتش بتتعمل في مصر اصلا ساعتها. اصلا ما كانتش بتتعمل. فدي يعني يا جماعه يعني كانه نيو انفنشن، كانه منتج جديد. يعني تخيلوا ان انتوا رساله دكتوراه معموله هذه العمليه وما كانتش لسه اتعملت في مصر. يعني حضرتك تعتبر اول حد عندنا في المعهد او الناس عملناها فعلا في مصر حقيقي. ده حقيقي، احنا شفنا كل العمليه بكل اشكالها من ساعه من اول دباسه كانت بتعمل العمليه دي لحد الدباسات اللي موجوده دلوقتي. يعني شفناها كلها بكل اشكالها،
وبكل الخطوات اللي اتغيرت واتطورت واتعملت وبكل الحاجات اللي حصلت وازاي تجنبناها. فانت يعني خلاص لا يا يعني جماعه، عمر عرفتها. وتاريخ وجغرافيا وقصه وعن علم. عشان كده بصراحه انا يعني مش عايز اقول عشان بس قولي مجروح في الدكتور، لان الدكتور بتاعي انا بعد اذنك يعني هو اللي يعني اتشرفت ان انا معدتي كانت تحت ايديه، يعني اتشالت من تحت ايديه والحمد لله مبسوط جدا. لو رجع بيا الزمن كنت بصراحه عملتها وعملتها معاك برضو. مش عشان صاحبي ولا حبيبي ولا كده، بس علشان دي حقيقه وده يعني قول حق يعني قدام الناس من غير اي مجاملات. انا سعيد بوجود حضرتك معايا جدا النهارده، والناس مبسوطه جدا بوجود حضرتك معانا برضو. و عايزك تدي كلمه بس ليهم قبل ما نختم. تمام. اولا انت لما تيجي يعني يبقى عندك انت وزن زائد ومضايقك او عامل لك مشاكل صحيه، خلاص كده، وانت خلاص من الناس المرشحه لعمل العمليه بعد ما جربت كل حاجه، النصيحه اللي اقول لك عليها ان انت اهم حاجه لما تيجي تعمل العمليه تختار مكان فيه كل التجهيزات الامنه ليك ايا كان. يعني ما اجيش ادور على مكان ده هيعمل لي اكني بفاصل في موبايل او بشتري مثلا حاجه شوف سعرها قليل ولا سعرها مش عارف ايه. مفيش حاجه اسمها كده. دي اولا دي حياتك، انت لازم تاخد بالاسباب، واحنا والدكتور اللي معاك يبذل الجهد والعنايه عشان نحقق نتيجه. فاولا المكان اللي انت بتختاره اول حاجه يكون في كل حاجه موجوده. يعني انت عارف انا باجي هنا بعمل ايه؟ بجيب الحاجات ايه؟ الحاجات ريفيجن، صحيح، الحاجات الصعبه. صحيح. ليه؟ في منظار جهاز هضمي، كذا اوضه عمليات تنفع تعمل نفس العمليه، في اشعه مقطعيه، خلاص ده شيء مهم. في مستشفيات كبيره وصرح بس ما فيش الحاجات دي. فدي نقطه مهمه. فتجهيز المستشفى من الحاجات المهمه اللي بتؤخذ على الطبيب لا قدر الله حصل مشكله. دي نقطه. يكون الدكتور بتاعك اللي عامل لك العمليه يكون دي شغلته، مظبوط، مش اخدها في وسط الشغلانه بتاعته. خلاص، لان هو انا ممكن ابص على تكنيك اعرف اعمله. يعني انا ممكن واحد يجي انا بطبخ ده وبطبخ ده وبطبخ ده وبطبخ ده ماشي، بس مين اللي بيعمل ده بس؟ ايوه اللي انت بتروح تجيب من عنده ده. انا عارف لما عاوز اجيب ده هروح عند فلان. خلاص، فدي مهمه. لازم يكون هذا الشخص او هذا الطبيب المحترم يكون بيشتغل هذه العمليات. خلاص، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي ما بعد العمليه مهم جدا، ان انت يبقى عندك الناس تقدر تقول لك تعمل ايه. يعني ما ينفعش انا اقول لك انا راجل كجراح هتيجي تقول لي اكل تفاحه ولا 2، طب اخد ده ولا ده مع بعض؟ انا عارف منين؟ انا اكيد. فلازم في تغذيه. في بعض الناس تقول لك الدكتور هيتابع بنفسه. هيتابع بنفسه ايه والعمليه خلصت بسلام؟ بالظبط. ما هو لازم الحاجات التانية دي ناس تفيدك فيها. التانية الناس دي شغلها تغذيه، سلوك، جلديه، غدد، كل الكلام ده مهم. فلازم الناس دي تبقى موجوده في الفريق بتاع وده اللي حضرتك الام دي تي ده مهم، مالتي ديسيبلينري تيم اللي هو لازم اللي بعد الفريق العمليه قبل وبعد. يعني الموضوع مش جراحه بس طبعا، ما هو مش جراح فقط. وانت خلي بالك في اي حته في الدنيا يعني حضرتك كجراح بتقول الكلام ده. طبعا. بص ما انا اقول لك اهو تاني، انا لما سافرت بره كتير وشفت الناس. الدكتور الجراح بيعمل عمليه ملوش دعوه بحاجه. انا عندي زميل من زملائي اللي بيساعدوني طول عمري واللي في انجلترا دلوقتي بيقول لي بيقول لي احنا ما بنخرجش العيان. قال لي مش دعوه بيه، قال الممرضه اللي بتخرجه، وبيتكتب على الفايل ان هو مفيش داعي لوجود الجراح الا اذا استدعى الامر مثلا. فالناس كلها بتفتكر ان هو انت اللي بتعمل. لا، ده هو التيم كله اللي بيعمل كده، مش وان مان شو يعني. طبعا لا. وانا ببص على الناس في اول بعد العمليه بقى في اول 3 اسابيع بيقول لي طبعا لازم اشوفهم مره وخلاص. لازم يتابع مع ناس تانية. اصل انا عملت جربت وقعدت مع ناس ما بيسالنيش حاجه انا في الجراحه. ايوه، بيسالني كلها طب انا وزني طلع، وزني نزل الحته دي، طب انا اعمل كذا. طب ما انا مش عارف اجاوبك اكيد. هجاوبك من الكلام العادي العام، لكن ان دبث بقى جوه الموضوع لازم متخصص. فلازم الدكتور اللي معاك يوفر لك هؤلاء الناس، الفريق اللي يساعدك توصل الكلام ده كله. بدون هذا انت هتفرح بالعمليه وممكن ترزقك تمشي كويس، وبعد شويه تبدا ترجع وتدور. ويجي بقى تدور عايز تعمل عمليه انت عملتها عشان تعدي مرحله، عايز تعمل عمليه تعيدها تبقى اغلى بكتير مش تبقى ارخص. طبعا انت بتدور بقى ساعتها تدور كمان على ارخص. ما ينفعش من اول مره. بيجي يعمل كده ساعات، يبقى عايز يعملها ارخص من اول مره عملها وهي تاني مره. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. فانت لو انت عملت كده هتلاقي ناس كتير كويسه ومحترمه، ان هم تقريبا اللي في مصر كلهم 6-7 يعني تقريبا اللي بيعملوا الموضوع ده بالظبط، اللي هم بيتابعوا الناس كويس ويعملوا كده. لكن مساله يلا بينا نعمل عمليه في اي حته ويلا بينا مش عارف ايه في كذا ومش عارف ايه ويلا وشبطان في العمليه، لا. لان انت بتشوف بعد كده لا قدر الله بيحصل مشكله، شفت فلان عمل فيا، ما هو الراجل مش غلطان. انت اللي حضرتك اخترت، وهي ده خلاص نصيب. وتاني حاجه اللي احنا بنقوله ان ده ربنا كاتب كده خلاص. فانت استخير ربنا وفكر، وما على الطبيب غير بذل الجهد والعنايه اهم حاجه. بس ما تعمل مش مساله ان انا عايز اعمل وايه يقول لك ايه انا
مش مقتدر نقدر نساعدك ازاي، هنعرف نساعدك. مش هنقدر يبقى انت خد بالك، هتيجي بعد العمليه تدور على تحاليل، هتدور على فيتامينات مش هتاخدها، ولا تعمل تحليل وتاخد فيتاميناتك وتضر صحتك، والناس تشوفك وحش، والناس تخاف من العمليات. طب احنا هنعمل ليه كده؟ فخلي بالك لازم تفكر كويس قبل ما تاخد القرار، وتاخده مظبوط، وتختار الناس اللي تعمله لك، بس مش اكتر من كده. ده كلام محترم جدا وسليم جدا. وانا بس برضو عايز اقول كلمه اخيره. انت عندك حضرتك عندك التيم بتاع حضرتك. انت ما شاء الله هو تيم طبعا كبير. غير الجراحين انت عندك حد بتاع نفسيه، وحد بتاع تغذيه، وحد بتاع جلديه، وحد بتاع علاج طبيعي. يعني انت ما شاء الله مكمل فعلا السيستم. لان احنا برضو، وده الفرق بقى من الشخص الذي العالق، يعني مش عايز يشتغل وخلاص. ده الشخص اللي فعلا وابحاث وريسيرشز، فكل الكلام ده كلام خطير هيفرق مع حياتك. ما الكلام ده هل بقى بيأثر على حياتك انت كمريض ولا لا؟ اكيد طبعا ديفينتلي بيأثر. ان انا الموضوع زي ما حضرتك قلت، خلاص قص ولزق لزقنا، لو قصينا خلاص عملنا شلنا المعده وشلنا عملنا التحويل بس بعد كده انا اعتقد في ناس بتتابع مع حضرتك فور 5 years مثلا، او لا في ناس كتير معايا. انا عندي ناس، لا انا بشوف ناس بيجي لك كل شويه فتره مثلا يتابع. في ناس من ساعه ما بدانا 12 و10 سنين. يعني تخيلوا متابعات 10 سنين. هيقول لك في ناس ممكن تقول لك وانا المفروض اتابع كل ده. المفروض تتابع كل ده. لو رحت المتابعه وقال لك انت كويس كفايه. ايوه مش هديك معلومه زياده. بس في ناس تقول لك انا ما استفدتش، وانت عايز اعمل لك ايه زياده؟ لا انت اكيد هتروح للدكتور تسلم عليه، يعني وحشك اكيد، يعني ده هو هيقول لك مثلا انا عملت كذا. خلاص كويس. بالظبط. انت كده كويس، اللي بتعمله كله مظبوط. خلاص خلص الموضوع. مظبوط يا دكتور. ميرسي جدا جدا على وجودك معانا طبعا، وشرفتنا ونورتنا، واشكرك جدا جدا على تشريفك، لان انا بصراحه مبسوط قوي ان حضرتك وافقت انك تطلع معايا وتطلع مع الناس اللي بيتابعونا. وثانك يو فيري ماتش يا دكتور. اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك.